احلى مسا على فخاد الرجاله فخد. يا رب تكونوا بخير وفخادكوا كمان بخير. انا ما شفتش انمي ازنه من الانمي ده قبل كده، يعني لو الزنا مؤلف انا متاكد ان الانمي ده هو النتيجه. تلاقيه كان متفرج قبلها على 8 جيجا فلابس عشان يطلع الحاجه المريضه دي. هو رافع الكاميرا وبيلعب، والتاني بيكتب وبيلعب، والمنتج بيدفع وبيلعب. فتعالوا نشوف الواد بتاعه ضاع منه ازاي، والفضائيين عاوزين يمارسوا النكاح مع البت دي ليه. ولو حالك احسن من حاله وبتاعك لسه في مكانه، اشترك في القناه واعمل لايك وخلونا نبدا. بيبدأ الأنمي وبنشوف واحدة زي الملبن بيكون اسمها مومو آيس، وبتكون واقفة بتتكلم مع حبيبها وبيقول لها لو عاوزانا نكمل مع بعض في العلاقة دي يبقى تديني فلوس أو تيجي معايا فندق بعد المدرسة نعمل واحد تبا لك وحساب الفندق عليكي. ومومو بتتضايق جدا من كلامه وبتهجم عليه بتضربه، لكن هو بيزقها وبيوقعها على الأرض وبيقول لها أنا زهقت منك، ولا معاكي فلوس ولا بتيجي معايا نزني، وبيمشي وبيقول لها مش هنكمل مع بعض. وبترجع مومو الفصل بتقعد مع صحابها وبتكون زعلانه بسبب ان اول حبيب ليها، وصحابها بيواسوها بس هي بتسيبهم وبتقوم تمشي شويه في المدرسه. وبتعدي جنب فصل بتلاقي عيل قاعد ماسك مجله وقاعد بيقرا فيها، والعيال في الفصل عمالين يلقوا عليه ورق وبيتنمروا عليه. فمومو بتدخل وبتقعد جنبه وبتاخد منه المجله وبتبص للعيال، فالعيال بيخافوا وبيبصوا بعيد. وبعد كده مومو بترجع له المجله وبتقوم تمشي، بس الواد بيطلع يجري وراها وبينادي عليها وبيقول لها انا عارف انك واقعه في الحب. فماما بتقول له انت عبيط يا ابني، بيقول لها الحاجه الوحيده اللي تخلي واحده زيك تيجي تتكلم معايا هي الحب. ماما بتقول له حب ايه يا ابني، انت مش شايف شكلك ده انت شبه ظبي. فالولا بيطلع المجله بيكون مكتوب فيها نظريات عن المؤامره وسفر الرئيس للمريخ والكائنات الفضائيه ومشروع اسمه ميجاسوس، ونظريه ان الانسان نصه موزه ونصه سحليه. وبيقول له مومو انت من انصار الخوارق صح؟ انا شاكك ان دكتور محمود صلاح هو اللي كاتب الانمي ده. ان ايلون ماسك هو الدجال، مساعد من مساعدين الدجال، وانا ما زلت باكدها. اللي مش عارف دكتور محمود صلاح ده كينج الميتافيزيقا ونظريات المؤامره في مصر. مومو بترد عليه وبتقول له انا مش بصدق بوجود الفضائيين ولا اليوفو ولا الزنا ده. فبيقول لها مفيش حاجه اسمها يوفو، اسمها يو اي بي، ظاهره جويه معروفه بظهور الاطباق الطائره بتاعت الفضائيين. مومو بتقول له انت يا ابني متخلف. بيقول لها الجيش الامريكي اعترف رسميا بوجود اليو اي بي وشكل وكاله الدفاع الفضائيه، واليابان برضه عملت وكاله دفاع فضائيه من قريب، وانه متاكد ان في حرب فضائيه هتحصل قريب. ومومو بتقول له روح شطفها وبتسيبه وبتمشي، لكن الولد مش بيسيبها وبيقعد يتأحبن حواليها. بس مومو بتتجنن عليه وبتقول له احب على رجلين ميتين اهلك، سيبني وابعد عني دلوقتي انا مش طايقه نفسك، وبتسيبه وبتمشي. بس مومو بتحس بالذنب وبترجع وبتتأسف له علشان هي زودتها شويه، وبتقول له انا مش بصدق في وجود الفضائيين بس بصدق في وجود الاشباح. فالولد بيقعد يضحك عليها وبيقول لها مفيش حاجه اسمها اشباح، فبتتعصب عليه مومو وبتقول له تصدق انك ابن شرموطه، ولعلمك بقى جدتي وسيطه ارواح، وانت يا شرموطه عمرك ما شفت طقوس طرد ارواح علشان انت لو شفتها هتشخ في الباسه، علشان الملبوس بيقعد يتشنج ويتأحبن ويطير ويشخ راسه وبيكسر كل حاجه حواليه. بيقول لها اي حد عنده امساك ممكن يعمل اللي انت بتقولي عليه ده مش دليل كافي ان في حاجه اسمها اشباح. فبتتجنن عليه مومو وبتقول له يعني انت يا ابن الوسخه مصاحب اتنين من المريخ وبتنزل تشرب معاهم قهوه في سيركل كي ولا ستاربكس وبيقعدوا يتخانقوا. وماما بتقول له اسمع يا شرم انا هوريك الاشباح، ولو طلع فعلا في اشباح انت هتبقى عبد عندي بقيه حياتك. وهو بيقول لها وانا هوريك الفضائيين، ولو شفتي واحد منهم هتبقي خدامه عندي بقيه حياتك برضه. وبيبدا التحدي بينهم، وبيجي الليل وبنشوف مستشفى مهجوره ومومو بتكون جواها وبتكون مرعوبه جدا. بيتكلم الواد على التليفون وبيقول لها ان المستشفى دي مهجوره من زمان وفي نظريات كتير حواليها انها قاعده للفضائيين، وبيقول لها روح السطح ونادي عليهم، وبيكون باين على مومو الرعب جدا. فبتساله مومو بتقول له انت جيت هنا قبل كده؟ بيقول لها مستحيل اعمل كده انت عبيطه. فمومو بتشك وبتقول له انت شفت فضائيين قبل كده؟ فبيرد عليها وبيقول لها سمعت عن منتج بلبن الجديد الكسكوسه مانجا؟ فبتقول له يا ابن العرس ما تلفش وتدور انا هموت من الخوف هنا. فبيقعد يفسي عليها وبيحور وبيقول اي حاجه. فمومو بتقول له بس انت ما شفتش فضائيين قبل كده وبعتني المكان ابن الوسخه ده. فبتساله بتقول له طب انت ايه الدنيا عندك؟ وبيكون هو في مكان مهجور قدام نفق وبيدخله وبيكون خايف، بس بيقول لها في التليفون انه هيثبت لها ان مفيش حاجه اسمها اشباح. وماما بتقول له خد بالك عشان المكان ده مشهور جدا على الانترنت ان في حاجات غريبه وفي ناس بتختفي لما بتخش النفق ده. فبيسالها وبيقول لها انت شفتي شبح قبل كده؟ فبتقول له لا. بيقول لها احا كده خالصين. وهو ماشي بيلاقي خطوات رجلين كبيره بتدم على الارض، وبيبص وراه بيلاقي شبح ست عجوزه وبتقول له هخليك تمص حلماتي لو خليت ناكل بتاع. احا صفقه خسرانه اجري يا ران. وبيصوت وبيجري. وماما بتكون معاها التليفون وبتقول له انها خطيره جدا ومهما حصل ما تخليهاش تسبقك.
حاول تهرب من النفق علشان لو مسكتك هتصيبك بلعنه. وبتجري العجوزه الهيجنه ورا الواد وبتمسكه والخط بيفصل، فماما بتجري بسرعه عشان تروح تلحقه، ولكن وهي جايه تخرج من المستشفى بتلاقي 3 شكلهم عرس. بتخاف جدا وبتجري، لكن بيجروا وراها وبيمسكوها وبيقطعوا هدومها. وبتصحى مومو بتلاقي نفسها بالكولوت والسنتين قاعدة على كرسي ومربوطة، وبيقول لها واحد منهم مساء السكس أيتها الإنسانة من نوع المرأة، وبيقول لها احنا سربينيون اسمنا كده عشان احنا جايين من كوكب سيربو، وبيقول لها ما تخافيش احنا أشخاص أليفين. مومو بتقول له الأليفين مش بيخلعوا الناس هدومهم ولا بيحبسوهم، وفكوني علشان ما اطلعش ميتين أبوكم. فبيكمل كلامهم مش بيهتم، وبيقول لها عرقنا كله سكور وبنتكسر بالاستنساخ، بس دلوقتي اتطورنا ونقدر نتكسر زي البشر عادي، فلا مؤاخذة كده محتاجين المهبل بتاعك علشان نعشر فيه. وبيطلع بتاعه وهنا يعني الانسان لو بتاعه برو والزنج بتاعه برو ماكس، فده الترا برو ماكس اوف اح بح. ايه يا جدعان ده؟ ايه الزنا ده؟ مين الزاني اللي عمل الانمي الزاني ده؟ مؤلف الانمي دوت باين عليه ان عنده مشاكل جنسيه كتير باينه في الانمي، وبتتراقب مومو جدا وبتقول له احا انت بتطلع ايه يا عم انت؟ رجع البتاع ده مكانه احا. وبيمسك واحد راسها وبينيمها مغناطيسي، والتلاته بيحاولوا ياثروا على عقلها عشان يهيجوها، ولكن مومو بتقاوم وبيدخل واحد عليها وبيطلع بتاعه. والله عيب نقول على اللي عنده دوت حماده او حمامه، ده التنين الابيض المجنح ابيض ازرق العينين، وبيدخل عليها وبيكون خلاص ده وقت النكاح. احا ده بيطلع خابور كمان من بتاعه. انا والله مش عارف اعلق اقول لك ايه تاني على بتاع حضرتك، يعني ما عادش عندي حاجه تاني اقولها اكتر من اللي انا قلتها، ما عادش عندي اللي انا اعلق لك عليه نجمتين. المهم بيكون لسه رايح يحشره، بيرن التليفون بتاع مومو، فبيروح يشوفه، واول ما بيمسك التليفون بيلاقي رجله طلعت من التليفون بترفصه، وكائن غريب بيطلع من التليفون وبيكون هو نفس الشبح اللي كان بيجري ورا الواد. وبتيجي على الارض وبتروح عند واحد من الفضائيين وبتعضه من بتاعه وبتغسله بتطيره بعيد. وبعدين بنشوف الشبح دوت بيكون بيكسب من الواد والست العجوزه الهيجانه، وبيكلم مومو بيقول لها انا اسف علشان انا ما صدقتش في وجود الاشباح. ودلوقتي العجوز تربو لعنته، والفضائيين بيتكلموا بيقولوا له انت مين وجيت هنا ازاي، ولكن العجوز تربو بتسيطر عليه وبتقول للفضائي تسمح لي مصمص بتاعك. وبيخلع الفضائيين التنكر بتاعهم وبيكون شكلهم شبه البورس، وبيقول لتربو انها تمشي من هنا بدل ما ياخدوا المهبل بتاعها. لا يا رجاله في حاجه غلط في الانمي ده كده، لازم اشوف مين المريض النفسي اللي عمل الانمي ده. مفيش صورة ليه؟ الصورة اللي موجودة طالع لابس ماسك عشان يداري ضعفه الجنسي تحته. خلونا نكمل الزنا، اقصد الملخص. وبيهجم الفضائيين على العجوزة تيربو، ولكن العجوزة بتجري بسرعة ومحدش بيعرف يسيبها، وبتهجم على واحد وبتعضه من بتاعه وبتطلع بيه في بقها. خلاص الواحد جاله تروما من البلوجوبات مش عايز، وبتقول له مالكش دعوة بمهبلي يا حرام المهابل يا معرس. وبتروح تهجم على الفضائي التالت، لكن قبل ما بتوصل له العجوزة تيربو بيهجم عليها هجوم بيطيرها بعيد، والتحول بتاع العجوزة بيروح والواد الشلاكش بيرجع لوعيه، وفي نفس الوقت الفضائي بيثبته وبيروح عند مومو عشان ينكح. ومومو في الوقت ده بتفتكر لما كانت مع جدتها وبتشرح لها ازاي ممكن تحرر طاقتها الداخليه، وبتجرب تعمل كده مومو وبتنجح في ده، وبتحرر مومو نفسها. وبيكون الموجات الدماغيه اللي الفضائيين كانوا بيستخدموها على مومو عشان يهيجوها ويحفزوا بيها مهبلها حفزت دماغها وقوتها الداخليه، وبتتفاجئ مومو جدا من القوه اللي عندها، وبتهجم مومو على الفضائي بترزعه شلوت بتطيره بره الطبق الطائر اللي هم فيه، وبينهار المكان. ومومو بتقول للواد يلا نهرب من هنا، بص عليه بتلاقيه على السقف وبينط عليها وبيعضها، ومومو بتقول له يا ابن الشربوطه مش ناقصه رعب تاني، وبتستخدم قوتها عليه وبتطرد العجوزه تيربو منه، لكن الواد بيكون لسه بيتشنج واللعنه عليه. وبتقول لها العجوز تيربو انها اكلت بتاعه واللعنه هتفضل عليه لحد ما يرجع بتاعه، وبتقول لها لو انت عايزه ترجعي بتاعه تعالي لي النفق يا شرموطه، وبتسيبها وبتختفي العجوز تيربو وبيخرجوا من المكان. وبتقول له مومو انها خلاص مصدقه في وجود الفضائيين بعد ما كانوا عاوزين ينكحوها، وانا خلاص مصدق في وجود الاشباح بعد ما تيربو اكلت بتاعي. واحب اوجه كلمه للواد ده واقول له كلنا عندنا وانت ما عندكش، ومش كده وبس، لا كلنا نعرف وانت ما تعرفش. وبيقول لماما انا هرجع بتاعي دلوقتي ازاي؟ انا دلوقتي ولا هعرف اطرطر ولا اضرب 10 ولا اتجوز، انا حياتي باظت خلاص. بتقول له لو عاوز ترجع بتاعك لازم تروح النفق وتاخده من العجوز ترب. فبيقول لها تمام انا هروح دلوقتي. وهو بتقول له هتروح دلوقتي؟ بيقول لها مش هعرف انام وبتاعي مش في مكانه، وبيخلع هدومه وبيديها لمومو بيقول لها البسيهم، مش معنى ان انا بتاعي مش في مكانه دلوقتي فتعاملين ان انا مخصي، وبيسيبها وبيمشي يروح النفق. ومومو بتقول له انا مش هسيبك تروح لوحدك، وبيمشوا مع بعض. ومومو بتساله بتقول له انت اسمك ايه؟ فبيقول لها كينتا كاكورا. مومو بتتصدم جدا لما بتعرف ان اسمه كينتا كاكورا، لان ده بيكون اسم الممثل اللي بتحبه وبتدور على حبيب شبهه
صدمتها كأن واحده بتسأل كروان شاكر بتقول له اسمك ايه، بيقول لها احمد عز. مومو بتقع على الارض من الصدمه، واللعنه بتتجدد تاني على كين وبترجع تسيطر عليه تيربو تاني، وبتقول له ممكن امص بتاعك، بس مومو بتطيره بعيده وبتسيطر على اللعنه تاني، وبتقول له خلينا نتفق اتفاق ممنوع تقول اسمك الحقيقي ده تاني عشان مش ناقص قرف، ولا هقول لك اوكارون. وهو بيقول لها ماشي. المهم رجع بتاعه عشان وحش، وبيكونوا رايحين ناحيه النفق بس بيطلع لهم النهار، وماما بتقول له مش هنعرف نروح النفق دلوقتي فخلينا نروح البيت عندي علشان نغير علشان شكلنا بعرس خالص. وبيوصلوا عند البيت وبتقول له ماما خد بالك عشان جدتي عنيفه جدا مع الشباب، كانت هتموت الواد اللي كنت ماشيه معاه اخر مره. وبيقول لها ماشي، ولسه بيكون جاي يدخل البوابه بيولع وبيقعد يصوت، وماما بتحركه وبترميه في الترعه اللي قدام البيت عندهم. وبتشوف ماما على البوابه ورقه جدتها عامله عليها عمل ومعلقاها على البوابه علشان تحمي البيت من اي اشباح. وبتقول ماما الاوكرون اسفه، البيت محمي من الاشباح وولاد الاحبه وانت ما شاء الله فيك الاتنين. وبتشيل ماما الورقه اللي عليها التعويذه بتاعت جدتها وبتقول له ادخل يا عم خلاص. بيقول لها امان يعني مش هولع تاني؟ بتقول له يا عم ما تخافش، ولو ولعت تاني هرميك في الترعه تاني مش حوار يعني. بيقول لها احا، وبيحاول يدخل بالراحه وبيعدي من البوابه وما بيحصلوش حاجه. وبتقعد مومو تضحك على شكل شعره، ولما بيدخلوا ما بيلاقوش جدتها في البيت. وبتروح مومو تغير هدومها وبتطلب من اوكران انه يقفل الباب وبيقول لها حاضر. وبعد ثانيه واحده بيفتح عليها الباب وبيدخل عليها الاوضه وبيقول لها اللعنه رجعت، وبيكون شكله بيتحول وبتطيره مومو بره الاوضه. وبتقول له وشك للحيط وتزك ليا عشان اعرف اغير، وبتدي له هدوم يلبسها وبتقول له هي بناتي بس مش هتفرق انت كده كده مخصي. وبتقرب منه مومو وبتقول له ما توريني كده نصك التحتاني عامل ازاي، هموت واعرف شكلك من تحت عامل ازاي بعد ما بتاعك طار. بيرفض اوكرون وبيقول لها احا شوف ايه يا ست انت. بتقول له يا عم ما تقلقش مفيش حاجه هناك اشوفها، انا عايز اعاين مكان اللعنه بس. وبيتشكله بيقول لها انت السبب في اللي حصل ده. ومومو بتقول له التحدي ده كان فكرتك اصلا، فبيسكت شويه وبيقول لها انا ما رضيتش افوت الفرصه ان ممكن اكون صديق ليكي، انا ما عنديش صحاب، الكل بيتجاهلني او بيتنمر عليا، اول مره حد يتكلم معايا كان انت، عشان كده كنت عايز اعمل اي حاجه عشان نكون صحاب، بس مش مهم ممكن بعد ما نرجع بتاعي تتجاهليني تاني وانا مش هضايقك تاني ولا هقرب منك. فبيصعب على مومو، ومومو بتقول له ما تبقاش مخصي بقى احنا خلاص بقينا اصحاب، اسفه انت فعلا مخصي بجد. فبيقول لها تصدق انت شرموطه بصحيح، وبيمسكوا في بعض تاني. ومره واحده بيسمعوا صوت جرس الباب واوكرون بيقول لها جدتك رجعت. بتقول له مومو لا اول مره اسمع الصوت ده، جدتي قالت لي مره ان البيت ده ليه جرسين، جرس للبشر وجرس للاشباح. وبينزلوا الدور اللي تحت وبيلاقوا ظل عملاق قدام الباب. وبتبص مومو بتلاقي التعويذه اللي جدتها كانت حاطاها على البوابه جنب الباب نسيت تحطها بعد ما اوكرون دخل، فبتاخدها مومو وبتقول انها تحطها مكانها تاني وبكده هتحرق كل الارواح الشريره في البيت. بيقول لها احا وانا طيب. بتقول له مومو انطر قبلكاش انت بقى. وبيتسحبوا من الباب الخلفي للبيت وبيبصوا ومش بيلاقوا حد قدام الباب. ومره واحده الدنيا بتغيم والبيت بيتحاصر وبيكون في سور على البيت من كل اتجاه. فبتقول له ماما انا هروح احط التعويذه مكانها. بيقول لها اوكران مش هينفع علشان البوابه جوه السور، ولو عملت كده انا هموت. وبتقف مومو وبتفكر تعمل ايه، وبتلاقي مناخيرها بتنزف. وبتبص على اوكران بتلاقيه هو كمان واقع على الارض وبينزف. وبتبص حواليها وبتشوف دخان اسود وبتقول ان هو ده السبب. وبتلاقي في كائن عملاق بيقول لهم انتوا رايحين شريره لازم اخلص منكم، انتم ما وفيتوش بوعدكم. ومومو واوكران ما بيكونوش فاهمين هو بيقصد ايه، وبيهجم عليهم وبيحاولوا يهربوا ولكن مش عارفين يروحوا فين ولا يعملوا ايه علشان بيكونوا متحاصرين جوه البيت. وبيقول الكائن ده لاوكران اديني بتاعك، وبيروح يستخبوا ورا البيت. وبتقول له مومو احا يا عم انت عندك قضيب تاني؟ بيقول لها اوكرون قضيب تاني ايه بس يعني هكون حاطه في طيزي؟ وبيقول له مومو ان دوت مش شبح ده كائن فضائي، وبيحكي معلومات عن الفضائي دوت كان قراها قبل كده في مجله. وبيكون الفضائي دوت اتشاف من سنين في امريكا ومن فتره ظهر في اليابان. فبتساله مومو ازاي الجرس بتاع الاشباح الفضائيين يقدروا يستخدموه. فبيقول لها اوكرون ممكن في علاقه بين الفضائيين والاشباح، وممكن يكون في علاقه بين الفضائي دوت وبتوع امبارح. وبيهجم عليهم الفضائي وبيدمر البيت وبيروح يستخبى في مكان تاني، واللعنه بتاعت اوكرون بتسيطر عليه بس مومو توقفها تاني. وبيبص لايده يلاقيها انها لسه عليها اللعنه. وبيقول اوكرون لمومو ان هو هيخلص عليه، هو مش خايف من الفضائيين. وبيطلب منها انها تحرر اللعنه عن جسمه بس تحمي عقله من سيطره الجده تربو. مومو بتقول له احا مش عايز ازود لك توميه مع الاوردر؟ يا ابني انت متخلف، انا لسه مش عارفه اتحكم في قدراتي. بيقول لها اوكرون حاولي يا اما الفضائي ده هيركبنا احنا الاثنين. وبتحاول مومو تعمل كده وفي نفس الوقت بيهجم عليهم الفضائي بس مومو بتنجح وبيتحول اوكرون وبينقذ مومو وبيتفادوا الهجوم. وبيقول لها انا حاسس بقوه كبيره جدا وطاقه رهيبه بس عندي اكتئاب. فبتقول له مومو انجز يا شرمط هحجز لك سيشن عند سيرابس بس انت خلص عليه الاول هنموت يالا. وبيقرب عليهم الفضاء وبيكون هيركبهم وبيهجم الفضاء على اوكرون ولكن اوكرون بيقطع له 5 صوابع وبيتحرك بسرعه وبيكون لسه هيهجم عليه تاني بيقف مكانه وبيرجع دم. وبيستغل الفضاء اللحظه ديت وبيهجم على اوكرون فبتستخدم مومو قوتها وبتسحبه. وبيقول لها اوكرون انا اسف ولكن جسمي مش قادر يستحمل القوه بتاعت الجده تربو بس ما تقلقيش انا قطعت له 5 صوابع. بتقول له حطهم في طير.
ما لسه هيفشخنا. وبيكون الكائن الفضائي بيجهز هجوم، فبتشوفه مومو بتقول له اوكرون مش الوضع دوت بتاع السومو، ولو وقعناه على الارض وخلينا ايد من ايديه تلمس الارض احنا كده نكسب. بيقول لها اوكرون احي عليك وعلى خيالي، بس ما عندناش حل تاني، انا مش هقدر اتحول غير مره واحده كمان، فخلينا نجرب. بتقول له مومو اهجم على رجله وانا هستخدم قوتي واوقعه على الارض. وبتبدا الخطه بتاعتهم وبيهجم عليها الفضائي، واوكرون بيتحرك بسرعه جدا وبيقطع رجله، ومومو بتستخدم قوتها وبيقع فعلا على الارض، وايده اول ما بتلمس الارض بتختفي، لكن بيطلع رجلين من طيزه وبيلحق نفسه قبل ما يقع على الارض، وبيمسك مومو وبيرزعها في الحيطه. ومومو بتقول له يا شرمت انت ايدك لمست الارض، فانت كده خسرت، فين شرف ورجوله الفضائيين بتوع زمان؟ فبيرزعها بوكس بيداش من ميتين ابوها. وبيضربها ضربات كتير ورا بعض، وبيحفر حفره كبيره في الحيطه. وبتضحك مومو وبتقول العمق ده كويس جدا، وبتستخدم قوتها وبتسحب اوكرون عليها، وبتسحب ورقه اللعنه وبتحطها على البوابه وبتحرق الفضائي. وبكده مومو قدرت تخلص على الفضائي وبيرجع الوضع طبيعي تاني، ومش بيكونوا مصدقين اللي حصل. وبتفرح مومو وبتقول انا مش مصدقه، انا كنت فاكره نفسي هموت خلاص. وبتقول له اوكرون التسريحه دي شكلها حلو عليك، وبيغمى على مومو من التعب، وبيحاول يفوقها اوكرون عشان كده هيتحول. وبتبدا فعلا اللعنه تسيطر عليه وبيتحول بشكل كامل، وبيكون ماسك مومو ومفقلسها، وبتوصل جدتها. اوف، ايه ده؟ ملفايه كما يقول الكتاب. بالله عليكم يا جدعان دي جده. ناقصها عبايه سودا وتبقى حنشايه. اوف، عبايه سودا رفقا بحناكشنا ايها الرسام. انا خلاص وقعت في الحب خلاص. المهم بتقول له تعالى يا ابن المرة، وبيجري على النتاية اقصد الجدة، وبيلف وراها بسرعة، ولكن قبل ما بيهجم عليها بيولع وبيرجع مكانه. وبتقول له انها رسمت دايرة على الارض ولو طلع منها هيولع، وبترسم دايرة حواليها هي كمان وبتحط خط، وبتقول له انت لو وصلت للخط ده هتموت. وبتروح تقرب الجده الملبن من الجده تربو، وبتقول لها الجده تربو ما تفكريش انك هتحبسيني هنا كتير، انا هاجلك وانت صاحيه. فالجده الملبن بتقول لها مين قالك ان انا عاوز احبسك، انا عاوز اموتك. وبتطلع عصايه البيسبول اللي معاها وبترزعها في راسها وبتديها شمال ويمين يمين وشمال شمال ويمين، وبتلف حواليها وبترسم دايره تانية، وبتهجم عليها الجده الملبن. وبتقول لها الجده تربو لو موتيني الواد اللي عليه اللعنه هيموت. بترد عليها الجده الملبن وبتقول لها مش مهتمه. وبتشوف مومو بتصحى من النوم في الاوضه بتاعتها، وبتجري بتدور على اوكارو، وبتنزل تحت وبتشوف جدتها. يا وجع الحناكش والبلابل والقضبان. وبتسألها الجدة الملبن وبتقول لها انت رحت موقع نشط بالارواح صح؟ بتقول لها مش انا، ده صديق ليا. بتقول لها الجدة ليه طيب؟ وبترد عليها مومو وبتقول لها ده كان رهان بيني وبينه وده اللي حصل. وبتقول لها الولد اللي كان معايا فين؟ انا لازم اكون معاه علشان اسيطر على اللعنة. بتقول لها الواد اللي كان عليه اللعنة انا موتته. فمش بتصدق مومو، بتقول لها جاوبيني بصراحة هو فين؟ جدتها بتقول لها انت مش بتصدقي في الارواح، وانا وسيطة ارواح مزيفة، فما تشغليش بالك بقى. فبترجع مومو لجدتها وبتقول لها انا اسفة علشان انا ما كنتش مصدقاكي، بس من فضلك قولي لي اوكارون فين. بتقول لها روح المزار الرئيسي. بتقول لها مومو انما انت عجوز شمطاء شرموطه بصحيح، وبتسيبها وبتمشي. وبتوصل مومو بتعيط علشان فاكره انه مات وهي السبب في موته، علشان هي اللي بعتته للنفق وهتشيل ذنبه بقيه حياتها. ولما بتوصل بتلاقيه قاعد مستحمي ومغير هدومه ولابس بيجامه من بيجاماتها وقاعد بياكل. وبتقول له انت لسه عايش؟ وبتوصل جدتها وبتقول لها من امتى وانت ماشيه مع وحش؟ وبتقول لها طول ما هو قاعد جوه المزار دوت اللعنه مش هتشتغل، بس لو طلع بره اللعنه هترجع وهيتحول لوحش تاني. فبتقول لها مومو ان العجوز تربو سرقت بتاعه ولعنته، وعلشان اللعنه تتشال لازم يرجع بتاعه، وهي السبب في كل اللي حصل له، فلازم تساعده انه يرجع بتاعه. وبتعرف جدتها انها بقت تقدر تستخدم القوه الروحيه. وبتقول لها جدتها من بين كل الارواح الشريره ما لقيتيش غير تربو تخش معاها في حكايه. وبتقول لها ان لقبها زمان كان عجوز ال 100 كيلو متر بسبب سرعتها الكبيره، وانها وحش يوكاي معاصر عاسد في الارض فساد. خدت بالك وانا بقول عاسد في الارض فساد؟ وبتحكي الجدة انها مرة راحت عند النفق بسبب اللي بتسمعه عنه، ولكن ما قدرتش تدخل بسبب القوة الروحية اللي كانت خارجة من النفق. وفي هناك روح من نوع اسمه الارواح المرتبطة، ودي ارواح بتكون مرتبطة بمكان معين وليها ارتباط شديد بالمكان ده، وبتكون الارواح دي الاقوى في نطاق المنطقة اللي هي بتكون مسيطرة عليها، ومفيش اي وسيط ارواح قبل كده قدر يخلص على روح من النوع ده. وبتعرفها ان في روح مرتبطة جوه النفق ده غير الجدة تربو، والعجوز تربو والروح المرتبطة جوه النفق اندمجوا مع بعض وبقت قوتهم مرعبه جدا. وبتحذرها انها ما تروحش النفق علشان لو راحت هتموت. وبتقول لها انت الحوار ده بره عنك، وانت مش متورطه في الحوار ده بشكل مباشر، ففكك منه واطلعي بره الحوار النجس ده خالص. الحوار ده بين واحد وبتاعه،
والمثل بيقول اللي داخل بين الراجل وبتاعه ما ينوب الا النيك. بس بترفض مومو وبتكون مصره انها تساعد اوكارو. فالجده الملبن بتقول لها طالما انت مصره فخلينا نلعب مع العجوز تربو. ومومو بتقول لها يعني هنعمل ايه؟ بتقول لها الجده الملبن ان اوكارو يروح لحد النفق ويستفز تربو ويخليها تخرج بره النفق وتجري وراه لحد ما يخرجها بره المدينه، ولو عملتوا كده هتقدروا تموتوها بكل سهوله. ومومو بتقول لها نموتها؟ امال انت يا تيزا مش هتيجي معانا ولا هتعمل لنا تعويذه ولا اي حاجه؟ فبترد عليها وبتقول لها والله يا بنتي كان نفسي، بس قوتي والتعويذات بتاعتي ما بتشتغلش غير جوه المدينه دي. فمومو بتقول لها حتى احنا لينا المنطقه بتاعتنا. فبتقول لها جدتها بالظبط الموضوع بيعتمد على مين هيلعب في ملعب مين. وبتفتح الباب وبتقول له اوكارون ان الخطه معتمده عليك، انك تجري وتكون شايل مومو على ظهرك. فبيقول لها اوكارون ان انا ما بقدرش احافظ على التحول بتاعي وجسمي مش بيستحمل. فبتقول له سهله، 100 ضغط 200 بط 300 قرفصه وحقنتين استرويد وهتظبط الكلام. وبتقول لمومو برضه ان انت لازم تتدربي عشان تتحكمي في قوتك كويس. وبتسيبهم وبتمشي وبتقول لهم ناموا دلوقتي عشان هنبدا التدريب من بكره. وبيجي تاني يوم وبنشوف الواد اوكارون عاوز يشخ ومش عارف يعمل ايه. ومومو بتقول له انا مستحيل اخش معاك الحمام واشوف تيزا. وهو بيقول لها انا عندي شخ في البنطلون احسن من ان انت تشوفي تيزي. وبتسال مومو جدتها بتقول لها ما عندكيش حل او تعويذه نحطها على تيزو او اي حاجه؟ فبتقول لها لا. المهم اوكرن مش بيستحمل وبيجري على الحمام وبيدخل الحمام وبيقعد على القعده. ومومو بتكون واقفه قدام الباب ورافع ايديها وبص عليها عشان ما يتحولش. وجدتها بتتكلم معاها وبتقول لها قوتك الحقيقيه اللي حسيتي بيها اول مره قدام الفضائيين تقريبا مختومه دلوقتي، وعشان تتحكمي فيها تاني هتحتاجي شويه وقت وتدريب كتير وممكن الموضوع ياخد وقت كتير جدا. وبتيجي مومو تبص على اوكرون تلاقي العجوز تربو بتتفاجئ وبتبص على جدتها بتلاقيها ثابته مكانها وبتنزف من مناخيرها. وبتقول مومو لتربو انت عملت ايه في جدتي؟ بتقول تربو انا خيرتها بين الموت بسكته دماغيه ولا بسكته قلبيه. وبتعرف تربو مومو ان لعنتها بتتنقل لاي حد اوكرون بيشوف. تطلب تربو من مومو انها تروح لها النهارده النفق والا هتموت جدتها واي حد قريب من اوكرون. وبتمشي العجوز تربو وبيفوق اوكرون وبيكون بينزف من مناخيره والجده بتفوق وبتكون بتنزف من مناخيرها وودنها. وبتبص الجده بتشوف التعويذه اللي هي عاملاها محروقه. فبتقول لمومو احكي بالظبط ايه اللي حصل. وبتحكي مومو اللي حصل للجده الملبن. وبيجي الليل وبيكون مومو واوكرون لابسين لبس شكله معرس. وبتقول الجده انه لبس مضاد للارواح الشريره وبيمشوا عشان يروحوا للجده تربو. لكن قبل ما يمشوا الجده الملبن بتوقف مومو وبتحضنها وبتقول لها ما تموتيش. وبتقول له اوكرون من فضلك احميها. وبيركبوا العجله وبيمشوا. ومره واحده بنشوفهم في المترو واوكرون بيكون متوتر بسبب انه لابس اللبس المعرس ده في المترو وفي ناس بتصوره. وبيقول لها احنا ليه ما كملناش بالعجله؟ بتقول له كنا هنوصل بعد بكره. وبيوصل اوكرون ومومو عند النفق ومومو بتقول له ادخل انت اول. بيقول لها ليه وانا خوال ليديز فيرست طبعا. وبيدخلوا النفق وبيكونوا خايفين جدا بس مومو بتقول له ما ترجع لياض احنا مخلصين على فضائيين ووحش عملاق والدنيا ايزي. وهي بتتكلم الكشاف بيجي على النفق من جوه وبيشوفوا راس عملاق سد الطريق. يجروا عشان يطلعوا ويلاقوا الناحيه التانيه مسدوده وبتحاول مومو تهجم عليهم ولكن مش بيتاثروا خالص. واوكرون بيقول لها حرري اللعنه بتاعتي وانا هخلص عليهم. فبتعمل كده واوكرون بيتحول ولما بيقرب من الشبح التحول بيروح. وبتقول الجده تربو انها رجعت له الفسفوسه بتاعته فاللعنه اترفعت خلاص. انت فاكرني يا شارما سيبك تستخدم قوتي ضدي؟ وبتهجم عليهم الجده تربو وبتكون هتقرقش اللي خلفوهم. ومومو في الوقت ده بتفتكر جدتها الملبن لما قالت لها استفزي تربو عندها ثقه مطلقه في سرعتها. تعمل كده مومو وبتقول للجده تربو لو انت واثقه فعلا في سرعتك اقبلي التحدي بتاعنا في سباق جري ولا انت خايفه نسبقك وتشوف تيزو الواد اوكرون ده انت حتى مش هتلمحيها عشان هيكون وصل لخط النهايه قبل ما تلمحي تيزو حد. وبتنجح مومو فعلا في استفزاز الجده تربو وبترد عليها تربو وبتقول لها اخسر في تحدي سرعه؟ انت مش عارفه انت بتكلمي مين؟ وبتقبل التحدي. وبتسال تربو وتقول لها ايه هي القواعد وفين خط النهايه؟ بتقول لها مومو مفيش خط نهايه احنا هنجري ولو انت مسكتينا انت تكسبي. عد 10 دقايق من بدايه التحدي واحنا هنبعد في الوقت ده. وبتوافق الجده تربو. تجري مومو اوكرون وبتبدا الجده تربو بالعد وبيكون مومو اوكرون لسه ما وصلوش للمخرج بتاع النفق. بتكون الجده تربو خلصت عد ال10 دقايق كانت بتعد بالدقيقه مش بالثانيه بنت المره. وبتمسك مومو وبتحبسها وبتبدا بالعد 10 دقايق كمان علشان تجري ورا اوكرون. لكن اوكرون مش بيكون عايز يجري ويسيب مومو وبيكون واقف مش عارف يعمل ايه. وبياخد ازنه قرار ممكن حد ياخده وانا افضل الموت على ان انا اعمله. وبينط على بيز الجده تربو وبيعضها منه وبيقول لها مش ده اللي انت كنت عاوزاه. وبتقعد تصوت الجده تربو وبتقول له سيبني بس هو بيرفض وبيقول لها فكي مومو اول. وبتحاول تجمع قوتها ولكن مش بتقدر بسبب اللبس اللي اوكرون بيكون لابسه. فبتقرر تدخل جوه جسمه وبتعمل كده وبتقطع الهدوم اللي كان لابسها وبتروح ناحيه مومو عشان تاكلها. لكن مومو بتقدر تشوف الهاله بتاعت الجده تربو وبتقعد تضغطها جوه اوكرون وبتحس الجده تربو بده وبتروح بسرعه عشان تخلص على مومو لكن مش بتلحق ومومو بتحبسها جوه اوكرون. وبتوصل للروح المرتبطه بالمكان اللي كانت مندمجه معاها الجده تربو وبتقول لهم
بيرجعوها وبتجري ورا مومو واوكارون وبيطلعوا يجروا على الطريق وبيطلع عليهم فرد كابوريا يجري وراهم وبيقول اوكارون احا ليه الشبح بتاع المكان كابوريايا وبتقرب منهم الكابوريا وبتكون هتهرسهم ولكن اوكارون بيتحول وبياخد مومو على ظهره وبيجري وبتكون الجده تربو متضايقه جدا بسبب ان اوكارون بيستخدم القوه بتاعتها وبيقول اوكارون لمومو اسف يا ملكه بس فخادك كبيره قوي ومش هعرف احود على الملف وبيقعوا من فوق الجبل وبينزلوا في نص المدينه وبتنط وراهم الكابوريايا وبياخد اوكارون مومو على ظهره وبيطلع يجري في المدينه وهو بيجري بيتعب وبيقول لها ما عدتش قادر اجري يا ملكه طيزك تقيله بتقول له حاول تستحمل بس لحد ما نخرج بره المدينه بيقول لها مش هقدر اعدي الشارع الجاي اصلا ملحوظه على السريع اوكارون لما بيتحول شخصيته بتتغير وبيكون شخص بائس وانا قلت اكلمه تيتو جحبه كمان ومو بتقول له انا عندي خطه وبتخليه يخش مبنى مساج وساونا والكابوريا بتخش وراهم في الشاكوزي وبتستخدم مومو قوتها وبتسحب باسوره بتاعت الميه السخنه وبتوقعها على الكابوريا جسوات بتسوي الكابوريا وبتخلص عليه والله زي ما بقول لك اعبس موته شفتها الوحش في حياتي يعني عارف يعني لو كانت الكابوريا لما نطت عليهم ونزلت في نص المدينه ووقعت على محل العاب زوجيه ونزلت على ديلد ودخل في طيزها موتها كانت بالنسبه لها تبقى موته مقنعه اكتر من الموته دي خلونا نكمل العبث ده وبيخرجوا وبيكونوا مروحين خلاص بيلاقوا ناس بالعبيط بتجري عليهم وبيقولوا مين دول بتقول لهم الجده تربو ان في مقبره قريبه من المدينه وهي طلبت المساعده من الارواح اللي هناك وبتحاول مومو واوكارون يهربوا لكن مش بيقدروا وبيلاقوا نفسهم متحاصرين من كل حته ومفيش مكان يهربوا ليه بس مومو بتطلب من اوكارون انه يتحول تاني وبيعرفها ان جسمه مش هيستحمل ومش هيقدر يوصل للمدينه الجايه ومومو بتقول له انت لو ما عملتش كده احنا هنموت فما فيش حل تاني فبيسمع الكلام وبيتحول وبيشيل مومو وبيجري وسط الارواح وبيعدي منهم ولما بيجي عند ملف ما بيعرفش يلف بسبب انه شايل مومو بس مومو بتستخدم قوتها وبتساعده وبتشعلق في اشاره وبيطيروا بعيد ومومو بتستخدم قوتها وبتعمل زي اجنحه وبينزلوا على اطراف المدينه بس اوكارون بيقع على الارض وبيقول لمومو ما عدتش قادر امشي ومومو بتقول له اوكارون وقف ما عادش في غير شويه صغيرين ونخرج بره المدينه وبتبص مومو وبتلاقي ان العجوز تربو فلتت من ايديها وبتظهر تربو وبترزع اوكارون شلوت وبترزع مومو التاني وبتقول لهم انا مش هسامحكم بقى انا الحاجه تربو تعملوا فيا انا كده وبتقول لهم خلونا نلعب بجد المره دي ورونا هتهربوا مني بقى ازاي وبتقول لمومو عاوزاني اعد 10 دقايق ولا 20 بتقول لها مومو كل اللي انا عاوزاه منك ثانيه واحده وبيعدي قطر وراها وبتستخدم قوتها وبتمسك فيه وبتاخد اوكارون وبتطلع على ظهر القطر وبتقول مومو ان ركب العجوز تربو هو عجوز ال 100 كيلو متر والقطر اللي هم عليه دلوقتي سرعته 120 كيلو فالمفروض ما تقدرش تمسكهم بس بتوصل تربو للقطر وبتقول لها تربو ان القطر ما بيمشيش بسرعه ال 120 على طول ويبطأ في الملفات لكن انا بجري بسرعه ال 100 كيلو على طول وبتمسك مومو تربو وبتثبتها وفي نفس الوقت بنشوف الجده الملبن مجهزه افخاخ وتعاويذ في سكه القطر بس من جوه المدينه بتاعتها وبتحاول تربو تفلت ولكن مش بتقدر واول ما بتدخل المدينه بتتحرق وبتنجح مومو واوكارون ان هم يخلصوا على تربو ويرجعوا الفسفوسه بتاعت اوكارون وبيكونوا قاعدين بياكلوا في البيت وبيحتفلوا ومومو بتتشاكل مع الجده الملبن على حته كابوريا واوكارون بيقول لهم ممكن تاخدوا الاكل بتاعي انا مش عاوزه فبياخدوه وبتقول الجده الملبن لاوكارون انت شرموط انت ازاي مش عايز تاكل كابوريا بيقول لها ممكن كنت اكلها في ظروف تانية لكن مش بعد اللي حصل ده بتقرب منه الجده وبتقول له لا انت شكاء بكاء انت متاكد ان انت راجل وعندك قضيب زي الرجاله بيقول لها عندي الحمد لله ولسه راجع بفضل شكرا جدا بتقول له طب ما توريني بيقول لها هوريك ايه بتقول له شوفه عشان اتاكد ان كل حاجه تمام بيقول لها بعيد عني يا ملفايه يا شابك انت وبيجهز اوكارون عشان يمشي وبيشكر مومو على كل اللي حصل ومومو بتقول له اشوفك بكره وبيجي تاني يوم وبنشوف اوكارون واقف مستكبي وبيتدرب ازاي هيصبح على مومو وبيقول اقول لها صباح الخير عادي ولا اقول لها صباح النيل على عينيكي ممكن احطه بين رجليكي وبيروح يدخل المدرسه وبيشوفها واقفه قدام الباب وبيقول مستحيل تكون مستنياني وبيعمل نفسه مش شايفها وبيدخل المدرسه وهي بتروح وراه وبتقول له هو انا كلوت وسنتيانا واقفه ماشي كده معدي قدامي ولا سلام ولا كلام انت متوحد يا ابني فبيتاسف لها وبيدخلوا المدرسه مع بعض وبيتكلموا كتير جدا عن الفضائيين والاشباح وبيكونوا مبسوطين كل واحد بيدخل الفصل بتاعه وبيبدا اليوم الدراسي بس الاتنين بيكونوا عاوزين يقعدوا مع بعض عشان يتكلموا عن الفضائيين والاشباح واول ما بتيجي استراحه الغدا بيروحوا الفصول بتاعه بعض وبيقعدوا يلفوا في المدرسه كلها على بعض كل ما هو يروح في حته تكون هي لسه ماشيه منه والعكس ومش بيلاقوا بعض في الاخر وبيقعد كل واحد فيهم على كرسي وبيكون بينهم مدخل فما بيكونوش شايفين بعض كل واحد فيهم بيكون فاكر ان التاني بيتجنبه ومش عاوز يقعد معاه فبيقوموا يمشوا وبيخبطوا في بعض وبيرزعوا بعض بوسه في نفس اللحظه اصحاب مومو بيكونوا موجودين وبيشوفوا اللي حصل وبيقولوا لها ده حبيبي فمومو بتتضايق جدا وبتقول لهم حبيب مين بس ده شبه بتاعي واوكارون بيقول لهم ولا اعرفها وبيتخانقوا مع بعض وبيمشوا بس اوكارون بيروح يطرطر وهو بيطرطر بيشوف حاجه غريبه وبيصور لان بتاعه ضاع تاني او الطربوش مش في مكانه وبيجري على الفصل عند مومو بيقول لها عاوزك في حاجه ضروري وهي بتكون قاعده وسط اصحابها وبترفض فبيزعل اوكارون وبيقول لها انت مكسوفه تتكلمي معايا قدام صحابك علشان ما يعرفوش ان انت مصاحبه واحد زيي وبيسيبها وبيمشي وبيقول لها انت مستعريه مني واصحابها بيقولوا لها دي مش عادتك انك تكوني شرموطه قوي كده مع الناس وبعد ما اليوم الدراسي خلص بيكون اوكارون مروح وفي بنت بتخبط فيه
فيه وبتقول له انا اسفه، ولكن هو بيكون متوتر، واول ما بتلمسه بيجيله انتصاف الفسفوسه اللي من غير طربوشه، وبتقف البنت تهزر معاه. في نفس الوقت بتيجي مومو وبتشوفه من بعيد وبتقول انه كان قايل لها ان هو ما عندوش صحاب خالص. وبعدين بتمشي البنت اللي كانت مع اوكارو وبتعدي من جنب مومو وبيكون معاها صاحبتها وبتسمعها وهي بتضحك وبتقول انها بتحب العيال المتوحده اللي شبه ده، بيبقى عمرهم ما كلموا بنت ولا لمسوها، وبتقول بموت وهيجهم. ومومو لما بتسمع الكلام دوت بتتضايق وبتستخدم قوتها وبتحرك طشت بترزعه في دماغها بترقدها على الارض. فبيشوف اوكارو اللي حصل وبيجي يروح يجري عليها، ولكن مومو بتمسكه من ايده وبتتكلم بصوت عالي وبتقول تعالى نروح البيت مع بعض، وانت مالك محلو النهارده كده ليه؟ انت شكلك حلق شعر بطك النهارده صح؟ وبتفوق البت اللي الطشت وقع عليها وبتشوف مومو وهي حاضنه اوكارو وبيطلعوا من المدرسه مع بعض وبيكونوا مروحين. ومومو بتعتذر لاوكارو وبتقول له انا اسفه بس اصحابي افتكرونا بنبوس بعض وانا اتحركت، انت ما ترضاش على اختك برضه صح؟ بس انا مش مكسوفه ان احنا اصحاب او ان حد يعرف ان احنا بنتكلم مع بعض. واوكارن بيقول لها مفيش اي مشاكل طالما هنفضل صحاب. وبيفتكر اوكارن الموضوع اللي كان عاوز مومو فيه وبيقول لها الحقيني احنا مش كسرنا اللعنه خلاص وخلصنا على الجده تربو؟ وبتقول له مومو ايوه وبتاعك رجاله. بيقول لها اوكارن ما رجعش كله بضاني مش موجوده. وبترجع مومو البيت ومعاها اوكارن وبتكون ميته من الضحك وجدتها بتتكلم معاه بتقول له مش انا قلت لك يا شرموط توريهولي عشان اتاكد ان كل حاجه موجوده تمام في مكانها؟ وبعدين انت ازاي ما تحسش ان بضانك مش موجوده؟ دي حته من جسمك. بيقول لها من فرحتي برجوع قضيبي ما ركزتش. بتقول له الجده الملبن ما تقولش عليه قضيب بس ده اصغر من انك تقول عليه قضيب. فبيقول لها هو انت شفتها عشان تقول عليه كده؟ بتقول له مش محتاج اشوف باين عليك انه فسفوسه بس ما فيش حل لازم اشوف. وبيقول لها وربنا ما يحصل. بتقول له اشوف جواك ايه يا شارما. وبتطلب من مومو تجيب عروسه عشان هي حاسه ان في حاجه جوه اوكارون. وبيجيبوا كرسي قاعد عليه اوكارون وتشطي في ميه وبيحطوا رجله في الميه وبتضربه الجده الملبن. ومومو بتشوف روح جواه وبتسحبها ولما بتسحبها بتدخلها جوه العروسه اللي بتكون على شكل قطه وبتطلع تجري في البيت وبيجروا وراها كلهم بس بتستخبى منهم. ومومو بتستخدم قوتها وبتعرف تحدد مكانها وبتروح وبتمسكها وجدتها بتيجي وبتقول لها ان دي الجده تربو. وبتقول لها مومو ازاي مش احنا خلصنا عليها؟ بتقول لها الجده تربو بجد انتوا فاكرين انكم هتخلصوا عليها بالسهوله دي؟ وبتقول لهم ان هي حولت نفسها الروح ودخلت جوه جسم اوكارون في اخر لحظه لما جسمها كان بيتحرق. وكانت خطتي ان انا استخبى جوه جسم الواد الشرموط دوت لحد ما ارجع قوتي تاني واخلص عليكم كلكم. وبتقول له مومو انا مش هسامحك انت بالتحديد يا شرموطه. فمومو بتقول لها انت بتتكلمي بشكل مش متناسب مع وضعك الحالي خالص. واوكارون بيقول لها رجعي بضاني وحياه امك. وبتقول لهم تربو ان هو مش من مصلحتهم ان هم يموتوها دلوقتي عشان لو موتوها اوكارون مش هيشوف بضانه تاني. وبتقول له علق ليمونتين مكانهم بقى. بتقول له لو انت عاوز بضانك روح جيب سكينه وموت جوز البيتشز دول. واوكارون بيتشنج وبيتحول. فتربو ومومو بيستغربوا ازاي اتحول. فبتشرح الجده الملبن وبتقول لهم اللي خرج من جسمه هو عقل الجده تربو بس لكن هالتها وقوتها لسه جواه. وبتروح الجده الملبن وبتقعد تضرب في تربو واوكارون بيرجع طبيعي تاني. ومومو بتروح للجده تربو وبتقول لها احنا مش هنموتك وهنرجع لك جسم بس رجعي بضان الواد ده. فبتوافق الجده تربو بس بتعرفهم ان بضانه مش معاها ووقعوا منها وبتاخدهم في المكان اللي وقعوا منها فيه وبتعرفهم ان هي مغلفه البضان بقواها الروحيه. والبضان دلوقتي شكلها كور من الذهب وبيدوروا عليها كتير جدا ولكن مش بيلاقوها. بتقول لهم الجده تربو ممكن حد لقاهم وخدهم لانهم متغلفين بقوه روحيه عاليه وان ممكن يكون اي روح او يوكاي ايجو خدوها. بتقول مومو ان لو حد خدهم كده هيبقوا راحوا خلاص. بتقول لها الجده تربو انا مش مهتمه خليه يعلق ليمونتين مكانهم. فبينزل اوكارون ومومو ضرب فيها وبيرجعوا البيت والجده الملبن بتقول لهم لقيتوها؟ بيقولوا لها لا وان الموضوع صعب لو ما فيش طرف خير. وبتقول لهم الجده الملبن ان هي هتنزل على جروب الشغل عندها ان في بضان ضايعه لو حد لقاهم يكلمه. وبتفكر اوكارون ان قوه الجده تربو لسه جواه وهو لسه مش عارف يتحكم فيها فياخد باله. وبيجي تاني يوم وبيروحوا المدرسه وبيدخل اوكارون الفصل وبيجي واحد وبيقول له ما تعرفني على مومو الملبن. بيقول له اوكارون بس يا بابا عشان دي تخص. فبيساله الواد وبيقول له هو انت نمت معاه عشان في اشاعات ماشيه في المدرسه بتقول ان هي شرموطه وكل يوم على حجر واحد. فبيتعصب جدا اوكارون وبيمسكه من رقبته وبيقول له مين اللي بينشر الاشاعات دي وبيفقد السيطره على اعصابه وبيبدا يتحول. وبيقول له مومو مش شرموطه وبطل تنشر الاشاعات دي عشان لو ما عملتش كده هخليك انت شرموطه المدرسه. فبيخاف الواد جدا واوكارون بيرجع طبيعته تاني وبيروح يقعد مكانه وبيبص بيلاقي في الشنطه بتاعته الجده تربو وبياخدها وبيطلع يجري. وبتقول له الجده تربو انه يدخلها جسم وهي اول ما ترجع قوتها تاني هتخرج على طول. وبتوصل مومو واوكارون اول ما بيشوفها بيتلعثم وبيبقى مش عارف يقول لها ايه عشان لاول مره مش بيشوفها كصديقه. وبيفتكر كلام الواد صاحبه انها حلوه وجسمها حلو فبتاعه بيقف وبيديها ظهره وبيبعد. فبتقرب منه مومو وبيطلع يجري وهي بتجري وراه. وبعد شويه بنشوف مومو في الفصل وصاحبتها بتقول لها مالك. فبتحكي لها ان اوكارون بيتجنبها وبيجري منها. فصاحبتها بتقول لها مش مهم ممكن يكون في حاجه بس ده ولد طيب. فمومو بتقول لها ليه بتقولي عليه كده؟ بتعرفها صاحبتها ان هي عرفت من حد معاه في الفصل انه اتشاكل مع مجموعه من الشباب بسبب انهم اتكلموا عنك بشكل وحش وكانوا بيطلعوا عنك اشاعات تخدش الحياه. فبتقول لهم طب هو ليه يجري مني؟ عاوز اقول لك يا اخت مومو ان بتاعه واقف وبنطلون المدرسه قماش
فالمنظر مش هيبقى لطيف خالص، فبيحاول يجري منك بس. وبنشوف البت البيضان اللي كانت بتضحك على اوكارون، ومومو وقعت الطشت على راسها، هي اللي بتنشر الاشاعات ان مومو عاهره، وبتكون بتكره مومو بسبب ان هي شايفه انها شيطان. شافت اجنحه عند مومو طلع من جيبها بيضه من بيضان اوكارون. وبنشوف ان هي كانت ماشيه في مره بالليل والبيضه وقعت على راسها. كان في نفس الوقت مومو واوكارون بيخلصوا على الجده تربو، وبتشوف البنت اللي حصل على القطر. وبنرجع تاني المدرسه، وبيجوا اصحابها وبينادوا عليها، وبيطلع اسمها ايرا، وبيقولوا لها جبنا لك اللي انت عاوزاه. بيكون كده في شعوذه وصليب وشويه حاجات كده لزوم الطقوس. وهم واقفين بيتكلموا بيجي شويه شباب، فبتقول ايرا للبنات ان هم ياخدوا الحاجه ويمشوا، وهينفذوا الخطه بتاعتهم بعد المدرسه. وبتكون الجده تربو واقفه بتراقب اللي بيحصل. وبنشوف على سطح المدرسه مومو واوكارون ومعاهم الجده تربو وقاعدين بيتغدوا، واوكارون بيكون قاعد باصص بعيد مش عايز يبص لمومو عشان بتاعه ما يوقفش تاني. فمومو بتقول له بص لي هنا يا شرمه، فبيقول لها مش هقدر ابص لك عشان براقب الجده تربو. فبتعرفهم الجده تربو ان هي شافت النهارده في المدرسه بنت غريبه، ومومو بتقول لها مش مهم، خلينا في اللي احنا فيه عشان نلاقي بيضان الواد ده. فبتقول لهم الجده تربو ان البيضان ممكن بشري يلاقيها وياخدها عادي، لان بالنسبه له هتكون كره دهب عيار 24 تفك زنقه يعني. بس المشكله لو بشري مسكها هتحرر الطاقه الروحيه بتاعته، وهيقدر يشوف الارواح، والارواح برضه هتقدر تشوفه، وده بيحط حياته في خطر كبير. وبنشوف ايرا وهي في الفصل وماسكه بيضان الواد اوكارون وعماله بتلعب فيها، وبتقول ان الكتاب والصليب اللي البنات جابوه لها هيكونوا كفايه عشان تخلص بيهم على مومو والجنيه بتاعتها. وبتكون ايرا شايفه في ملعب المدرسه واحده لابسه فستان احمر وفاكراها مع مومو، واليوم الدراسي بيخلص، وبتروح مومو لاوكارون بتقول له يلا ندور مع بعض على البنت الغريبه. بس ايرا بتنده عليها وبتقول لها انا عاوز اتكلم معاكي شويه على انفراد، بس مومو بتقول لها انا مش فاضي. وايرا بتقول لها معلش يا مالكه 5 بس من وقتي. فبتوافق مومو وبتقول له اوكارون ابدا انت وانا هخلص واجيلك. وبعد ما بتمشي مومو وايرا بتقول تربو لاوكارون ان هي دي البنت اللي شاكه فيها. ونشوف مومو وايرا ورا مصنع الكراسي، ومومو بتقول لها انت جبتني هنا ليه، عاوزه ايه؟ فبيهجم عليها اصحاب ايرا وبيوقعوها على الارض وبيربطوا ايديها ورا ظهرها بقفيز. وايرا بتقعد عليها وبتلبس عبايه كده وبتحط الصليب على وشها وبتمسك الكتاب وبتقول لها موتي ايتها الشيطان. وبتتعصب مومو جدا وبتستخدم قوتها وبتمسك البنتين وبترزعهم في الحيطه. ولما بتشوف ايرا اللي حصل والحاجه اللي معاها مش جايبه نتيجه بتطلع الكره وبتحطها على وشها وبتقول لها مومو يا بنت الشرموطه هو انت اللي خدت الكوره؟ وبتقول لها ايرا هو انت تعرفي الكوره؟ انا مش هديها لك، دي كوره مقدسه والسما اختارتني واديتها لي عشان انقذ العالم. فبتقطع كلامها مومو وبتقول لها دي بضان اوكارون. بتقول لها ايرا ازاي تهين الكوره المقدسه، ده انت شرموطه بجد. بتقول لها مومو انا اول مره اشوف حد بيعبد البضان يا بنت الوسخ. وبيوصل اوكارون وبتقول له مومو تعالى الحقني، البت دي معاها بضانه، هي دي المراه الغريبه اللي كانت تربو بتتكلم عليها. فاوكارون بيجري عليها وبيقول لها مش دي المراه الغريبه، دي المستهدفه من المراه الغريبه. ومره واحده بنشوف روح شريره بتظهر بسرعه جدا وبتمسك ايرا وبتقول لها اخيرا مسكتك يا ايرا، انا استنيت كتير جدا، الوقت اللي تقدري تشوفيني فيه، انا امك. وبتحول اوكارون وبيهجم على الروح الشريره، فبتتعصب جدا وبتقول له انت بتستهدف ايرا، ده انت يومك اسود. فبيهجم عليها اوكارون تاني بس بتمسكه وبتبلع نصه حرفيا. ما احبش واحده زي دي تعمل لي بالجوب ابدا. وبتحاول مومو تسحب اوكارون ولكن مش بتعرف، والروح الشريره بتهجم عليها بتطيرها بعيد وبتبلع باقي اوكارون. وبتقول لها ايرا انت مش الجنيه بتاعت مومو؟ بتتعصب عليها الروح الشريره وبتقول لها ما تقوليش انت، انا امك. وبتقول لها الروح الشريره انت قلت لي مره زمان امي. وبنشوف ايرا زمان وهي صغيره ماسكه في ايد واحده متشرده وبتقول لها ماما. وبتكمل الروح الشريره وبتقول ان اليوم ده كان اسعد يوم في حياتي واول مره قلت لي ماما فيه. وبتطلب من ايرا تقول لها ماما تاني، وبتقوم مومو بتقول لها ترجع اوكارون. وايرا بتسال مومو بتقول لها ايه الشيء ده؟ وبتقوم الجده تربو بتقول لمومو خس شويه يا بنت الشرموطه طز الكبيره، هرستني تحت. وبتمسك التليفون اللي سرقته من صاحبتها وبتقول لهم ان دي حرير البهلوانيه. فمومو بتقول للجده تربو انت سرقت التليفون عشان تعملي بحث على النت؟ بتقول الجده تربو فستان احمر وحركات بهلوانيه وشعر حريري، ديت هي حرير البهلوانيه. فبتقول لها مومو يعني انت يوكاي وما تعرفيش مين دي؟ بتقول لها تربو انا ما اعرفش الشراميط الضعاف اللي زي دي. وايرا بتهب منها وبتقول له الروح الشريره انا المختاره عشان انا جميله وهخلص عليكي يا شيطانه يا بنت الكلب. بتقول لها الروح الشريره انت قلت ايه؟ لسه ايرا جايه تفتح بقها قامت بلعاها. وبتعيط حرير البهلوانيه وبتتكلم مع مومو وبتقول لها انت السبب، انت اللي خليتي ايرا تكرهني وتقول عليا يا وحش. وبتتجنن وبتبدا في الهجوم عليها. تطلب مومو من تربو انها تفكها، فبتقول لها والله يا بنتي كان نفسي بس انا ولا حول لي ولا قوه، انتوا خدتوا قوتي وحطيتوني جوه عروسه وخليتوني على الحديده، ربنا يتولاكي. وبتهجم الروح على مومو وبتمسكها بتمسح بيها مصنع الكراسي كله. وبتقول الروح الشريره لمومو هسامحك لو انت قلت لي يا ماما. فمومو بتفتح بقها بتقول لها يلا يا شرموطه. فبتقوم بلعاها هي كمان وبتيجي تربو وبتقف قدامها وبتقول لها انت غبيه قوي، انت كلت شعرك مع مومو. ومره واحده بتشوف
الروح الشريره بتولع، وبتقول الجده تربو ان الصليب اللي كان مع ايرا كان ولع، ومومو خدتها معاها، ولما انت بلعتيها ولعت في شعرك، وبتقعد تتحرق الروح الشريره، وبترجع اوكارون ومومو وايرا، وبيكون مومو واوكارون صاحيين، بس ايرا بيكون مغمى عليها، وبيقولوا لازم نخلص عليها بسرعه. بتتجنن عليهم الروح الشريره وبتبدا تهجم عليهم، ومومو بتجري واوكارون بيشيل ايرا وبيجري، لكن الروح الشريره مش بتسيبهم وبتجري وراهم، وبتقول له اوكارون رجع ايرا ايها الداعر ذو القضيب الصغير. انا عندي سؤال، والله عندي سؤال فضول جدا، الواد ده بتاعه عامل مشاكل في الانمي كله، المؤلف بيتلكك يشوف اي موقف يحشر بتاعه فيه، مش بتاع المؤلف، بتاع اوكارون، وبيحاول اوكارون يهرب ومش بيعرف علشان الروح الشريره بتطلع له في كل مكان، وبترزعه شلوت بالطياره بعيد، وبتروح على ايرا عشان تاكلها بس مش بتقدر تتحرك، وتيجي مومو بتقول لها من الواضح كده ان شعرك الحريري اتحرق خلاص، اتحشر في كل مكان، وبتقول له اوكارون عاش ياض، الباركور اللي كنت بتعمله نفع، وبتتعصب الروح الشريره وبتقعد تكسر المكان كله حواليها علشان تحرر نفسها، وبتجري مومو وبتستخدم قوتها وبتمسكها من رجليها وبتثبتها، وبتطلب من اوكارون انه يستخدم قوته باقصى درجه ويهجم عليها هجوم واحد يخلص عليها، واوكارون بيجري بسرعه وبيخش فيها براسه وبينجح فعلا يخلص عليها، وبتطلع توربو من الشنطه وبتقول له انت بتستخدم قوتي وهو ده بس اللي قادر تعمله، ده انت عيل احبب صحيح. تسال مومو تيربو وبتقول لها اروح اجيب جدتي عشان تطردها، فبترد عليها تيربو بتقول لها دي اتفه من انك تجيبي جدتك، وبتقول الاهم دلوقتي البت دي معاها خصيه من المقاصي بتوع الواد المخص ده، وبتروح تيربو عشان تجيب الخصيه، ومومو بتسال اوكارون على مقص عشان يفكها بس بيقول لها معيش والله، وتيربو بتدي الخصيه لاوكارون، ومومو بتقول له مبروك ما عدتش مخص، وتيربو بتقول لهم معلش عندنا بس مشكله صغيره كمان، البت دي ماتت، وبتتصدم مومو واوكارون وبيطلعوا يجروا على ايرا، وبتحاول تسمع نبضها لكن مش بتسمع صوت نبض ولا اي حاجه، وتربو بتقول لهم ده الطبيعي ان انسان عادي يموت لو اتاكل من وحش يوكاي، انتوا بس اللي حظكم حلو علشان واحد فيكم عنده قوه روحيه والتاني معاه قوتي الروحيه، وبتطلب مومو من اوكارون انه يعمل تنفس صناعي لايرا، وهي هتحاول تستخدم قوتها وتنعش قلبها، وبتقول لتربو انها تتصل بالاسعاف من التليفون اللي سرقته من صاحبتها، وبيحاولوا يصحوا ايرا ولكن مش بيعرفوا، وبتيجي الشيطانه وبتقول سيبوني اساعد عزيزتي ايرا واديها الهاله بتاعتي، بتقول لها مومو احنا نصدقك ليه انت عايزه تاكليها، فبتمسك الروح الشريره بقها وبتفشخه نصين، وبتقول لها كده مش هقدر اكل حد تاني صدقيني سيبيني اساعدها، ولو شكيتي فيا في اي لحظه خلصي عليا، انت وهو تقدروا تخلصوا عليا في اي وقت لو عوزتوا، وبتكون مومو واقفه مش عارفه تعمل ايه، بس الجده تربو بتقول لها هي بتقول الحقيقه والبت دي مش هترجع للحياه تاني من غير هاله، فبتوافق مومو وبتقول لها انا مش مصدقاك ولو حسيت انك بتغدري هخلص عليك، وبتسالها بتقول لها هتديها الهاله بتاعتك ازاي، فبتقول لها الروح استخدمي قوتك الروحيه واربطي الهاله بتاعتي بالهاله بتاعتها، وبتمسك مومو الهاله بتاعت ايرا وبتمد ايديها التانيه تمسك الهاله بتاعت الروح الشريره، ولما بتمسكها بتشوف ذكرياتها، وبنرجع فلاش باك وبنشوفها وهي كانت شغاله عاهره واخده 3000 ين. 3000 ين يعملوا كام مصري دول عشان الواحد بس لو سافر اليابان في المستقبل. 9900 السوق بتاعي، وبنلاقي التايمر بيرن لول شغل بروفيشنال. المهم بتقوم وبتمشي وبنشوفها بترجع البيت وبيكون عندها بنت، وبنشوفها بتشتغل شغلانات كتير، بتمسح ارض وساعات كاشير في محل، ولو في اوردر نكاح اخر اليوم شغال بتكافح عشان تربي بنتها، وبتكون حياتها هي وبنتها هاديه وكويسه، ولكن في يوم بيجي حد البيت وبيضربها وبياخد بنتها وبيمشي وبيسيبها سايحه في دمها، بس بتقوم وبتجري في الشارع وبتدور على بنتها ولكن بتنهار وبتقع على راسها، ولما بتقوم مش بتكون فاكره اللي حصل ولكن بتكون حاسه ان في حاجه غاليه عليها ضايعه منها، وهي واقفه في الشارع ومش عارفه ولا فاكره اي حاجه، بتيجي ايرا وهي صغيره وبتقول لها امي، وبيوصل ابو ايرا وبينادي عليها وبيقول لها ما تبعديش عني تاني، بتقول له اسفه بس افتكرتها امي، بيقول لها انا قلت لك قبل كده كتير ان مامتك مشيت مكان بعيد، بتقول له بعيد فين يعني، فبيقول لها ماتت، وهنا نروح لما شافت ايرا وهي صغيره وقالت لها امي بقت فاكره ان ايرا بنتها خلاص وقررت انها تحميها، وبتفوق ايرا ومومو بتقع على الارض، ولما بيشوف اوكرون اللي حصل بيكون هيهجم عليها، وبتقول له مومو لا استنى، وبتكون بتعيط عشان شافت ذكرياتها، وبتقول له روح لايرا انا اسفه انا اقسمت اني هحميكي ولكن في الاخر ما قدرتش اتحكم في نفسي ولا في مشاعري واتحولت لوحش في الاخر، وبتكون الروح بتنهار وبتتحلل، وبتسال مومو تيربو ايه اللي هيحصل، بتقول لها انت خدت الهاله بتاعتها واديتيها لايرا وبكده ما عادش في طاقه ليها تخليها في العالم ده، وهي دلوقتي بتختفي من الوجود وروحها مش هتركض في سلام لان هي مفيش حد فاكرها ولا مهتم بيها، وروحها هتتلاشى كانها ما جاتش العالم ده من الاساس، فمومو بتقول لها مفيش طريقه عشان روحها تركض بسلام، بتقول لها تربو عشان الروح تركض بسلام دي حاجه بترجع لقلبها وسلامها الداخلي، وبتكون الروح بتتحلل خلاص، وبتروح ايرا وتحضنها وهي بتعيط وبتقول لها امي، وبتفرح جدا الروح لما بتسمع ايرا بتقول لها امي، وبتقدر ايرا تحرر روحها وتخليها تلاقي السلام الداخلي، والروح كده بتاخد ختم الريست ان بيس، وبنشوف في بيت الجده الملبن
ملبن. الكل قاعد بياكل واوكران بيبص جنبه بيشوف مومو، والناحيه التانيه ايرا، وبتقول مومو لايرا انا اسفه اني وقعت عليك الطش، مش عاوزاكي تكوني شايله مني. بترد عليها ايرا وبتقول لها انا عقل اكبر من كده وانا مش هشيل منك بسبب طش، انا مش بحبك علشان انا مقتنعه انك شيطانه. واوكران برضه كان شكله شبه الشيطان لما اتحول، وازاي المزه الجامده اللي هناك ديت تبقى جدتك. وبتسمع الكلام الجده الملبن وبتقول لايرا انا كمان شاكه ان مومو شيطانه. وبتسمع مومو الكلام ده بتقول لها اسكتي يا يا العجوز الشمطاء. شمطاء ايه شمطاء ايه، ده حته كريم شانتيز. وبتكمل الخناقه بين مومو وايرا، وبتمشي ايرا وبتشكر الجده الملبن وبتقول لها شكرا على اكل اختي الكبيره. وبتقول لمومو انا هبقى اقوى وههزمك وهحرر اوكران من سيطرتك. وبتقول لاوكران شكرا علشان انقذتني كذا مره، بس انت عملت كده ليه؟ فاوكران بيرد عليها وبيقول لها مفيش سبب معين، لو اي حد محتاج مساعدتي انا هعمل كده. بتقول له شكرا وانا اقسم ان انا هحررك من سيطره مومو. وبتسيبهم وبتمشي، وايرا وهي ماشيه بتقول ما ينفعش احس بالمشاعر دي اتجاه اوكران علشان انا بشريه وهو شيطان. وبنشوف جوه البيت واوكران قاعد والجده تربو بتجهز عشان ترجع له البيضه بتاعته مكانها، والجده الملبن عاوزه تلعب بيها بيسبول، وبترمي الجده تربو البيضه مكانها وبترشقها له في المكان بتاعها بالظبط، وكده بيرجع له بيضه وبيبقى لسه له التانيه. وبيحتفلوا كلهم برجوع الخصيه، وبيجي تاني يوم وبيروحوا المدرسه، ومومو بتكون ماشيه مع اوكران وبتقول له انا هعدي عليك في استراحه الغدا عشان ناكل مع بعض، بس بيقول لها انه مشغول وعنده تقرير هيكتبه. بتقول له تمام بعد المدرسه هنروح مع بعض. بيقول لها لا والله ان انت لسه راجعه من الجيش وهروح ازورها. فبتقول له قشطه ماشي يبقى اشوفك بكره. وبتروح وقت الغدا لاصحابها وبيقولوا لها انت مش هتاكلي مع اوكرون، فبتقول لهم ان هو مشغول. وواحده من صحابها بيقولوا لها لو كان واحد غيره كنت هقول لك ان هو ماشي مع واحده غيرك. فمومو بتكون زعلانه وبتقول انا هروح اجيب عصير. واحده صاحبتها بتقول لها جيبي لي معاكي. ومومو بعد ما بتجيب العصير وبتكون راجعه الفصل وبتفكر اوكرون ليه كان بيتصرف بجرابه، بتبص جنبها بتشوفه وهو مفقلس البت ايرا ونايم فوقيها، فبيجي لها صدمه وانهيار عصبي. بس تفتكر اوكرون بقى فوق البت ايرا ازاي؟ ما تيجي نشوف. بنشوف قبلها ب5 دقايق اوكرون وهو قاعد بيتمرن في السر عشان عاوز يبقى اقوى ويقدر يحمي مومو. ووسط ما هو بيتمرن بتوصل ايرا وبتقول له على الرغم من انك شيطان وانا بشريه بس مش قادره اخبي المشاعر دي اكتر من كده، وبتجري عليه وبتبقى عاوزه تبوسه فبيزقها بعيد وبيقول لها ما تهدي يا مره هو في ايه؟ بتقول له مش قادر اكبح مشاعري وازاي تزقني وانا جايه ابوسك، انا قريت في مجله ان دي حاجه الرجاله بيحبوها. بيقول لها قريت الكلام ده فين؟ بتقول له في مجلات السكس بتاعت ابويا. بيقول لها كتف امي يعني، وبتقرب منه وبتقول له سيبني اعترف لك بمشاعري، وبتديله شنكل بتوقعه على الارض وبتكون هي تحت وهو فوق. وبكده وصلنا للمنظر اللي مومو شافته وبيشوف اوكرون مومو بيقول لها استني بس هشرح لك. بيلاقي ايرا بتقول له يلا بقى ومادة بوزها وبتقول له مومو يا ابن الشرموطه يا نيجس، وبتسيبه وبتمشي وبيجري وراها وبيقول لها انت فاهمه غلط. وبتقول له مومو انت قلت لي ان انت هتكتب تقرير بس كنت مقضيها بوس، وعلى كده المشوار اللي بعد المدرسه ده اكيد زنا وعربده. وايه ياض اللي في ايدك ده يا العاب جنسيه ليك في الكلبشات طلعت خول كمان. وبتسيبه وبتمشي وكل واحد بيرجع الفصل بتاعه ويكون اوكرون وسط الحصه بيتمرن. مره واحده الدنيا بتضل وكل اللي حواليه بيختفوا وبيسمع صوت ايرا وبيطلع من الفصل وبيشوفها وبتقول له الدنيا ضلمت والكل اختفوا مره واحده وبيخاف على مومو جدا وبيجري على الفصل بتاع مومو ومش بيلاقيها. وبتشوف مومو واقفه لوحدها ومفيش اي حد معاها، بتحس بحاجه جايه من بعيد فبتستخبى. وبنشوف وحش عملاق شبه الديناصور والوحش بيحس بوجود مومو وبيهجم الوحش دوت هجوم غشيم بيدشمل الدور كله وبعد كده بيمشي. ومومو بتكون لسه بخير وبيسمع اوكرون وايرا صوت الهجوم وبيكونوا مش عارفين ايه المصدر بتاعه. وبتقول ايرا ايه اللي احنا فيه ده؟ انت عاوز تموتني انت ومومو صح؟ بيقول لها استهدي بالله بس كده واتك على العقل، حصل موقف زي دوت معايا انا ومومو قبل كده، الدنيا ضلمت مره واحده واتحبسنا في مكان. فبتقول له انتوا خرجتوا طيب منه ازاي؟ بيقول لها مفيش يعني كان في كائن فضائي كده خلصت وبعد كده قدرنا نخرج. بتقول له فضائيين هم موجودين بجد؟ بيقول لها ودول اشر من الارواح كمان. وبتقول له الفضائيين عاوزين منكم ايه؟ بيقول لها مش عارف بالظبط بس تقريبا بيجمعوا الاعضاء التناسليه. لما تسمع الجمله دي كده تحس ان هم بيجمعوا بيعملوها تروفي يعلق على الحيطه قضيب الفنان جوني سينس مهبل الفنانه مايا خليفه اقل حيطه عند تاجر اعضاء. بيظهر جنبهم واحد ميكس بين جمبريايه وملاكم فخلونا نسميه جامبو كلاي وبيهجم عليهم وبيتحول اوكرون وبياخد ايرا وبيهرب وبيقول لها خليكي ورايا ولسه رايح يهجم على جامبو كلاي. بيظهر الثلاثه الفضائيين اللي كانوا عاوزين ينكحوا مومو في اول الانمي خالص وبيرقدوه على الارض وبتيجي ايرا بتحاول تعمل اي منكش بيضربها واحد بيطيرها بعيد وبيقول لها اوكرون لو خايفه على بتاعك ومش عاوزه تتعشري اهربي عشان دول بيدوروا على النسوان. وبيتكلم واحد من الفضائيين بيقول ان ده بعد مخصص للي عندهم قوه روحيه عاليه. بيقول له اوكرون احنا جينا هنا عايزين بتاعك انت. بيقول له اوكرون Really, nigga? وبيقول لهم ليه الكل عايز بتاعي؟ انا كمان بقى ليا فضول اعرف ليه كله عاوز بتاعك، انا بقيت عايز اشوف بتاعك.
وبيقطعوا هدومه وبيشيلوه وبيقولوا هنبدا الجراحه دلوقتي، وواحد من الفضائيين بيطلع بتاعه وبيكون مكان الطربوش في مقص. دايم انا مش هستغرب لو واحد فيهم طلع من بتاعه سيخ شاورما وبيكون هيخسي اوكارون للمره المليون، ولكن ايرا بتندمج مع الروح اللي اديتها الهاله بتاعتها وبتلحقه على اخر لحظه وبيكون شكلها اويه. ما تخلونا كده نبحث على حاجه على السريع. ما مخاطر نكاح الارواح الشريره. لحظة شوية. جاهز انت؟ وانت جاهز والبتاع والديكور والبتاع والمكياج في السليم، خش بقى عليهم. يا جماعه بس خلاص انا اسف عم جي. وبتشوف ايرا اوكارون مالت وبتقول له معنى انك بلط قدامي انك موافق ان احنا نتجوز خلاص، وبيتدخل جامبو كلاي وبيهجم عليها واوكارون بيروح يدور على حاجه يلبسها، وايرا بتتفادى كل هجماته كانها راقصه باليه، وبيضرب جامبو كلاي ايرا بس ايرا بتتفادى الضربه وبيكسر الحيطه بتاعه الفصل اللي اوكارون فيه، بيطيره بعيد بطيزه وبتضرب ايرا جامبو كلاي شلوت. بيضربها في اللحظه ديت واحد من الفضائيين اللي هم حراميه المهابل والحناكش وبيفعصها في الحيطه وبيقول لها مهبلك ده يلزمنا، فلسه رايحه تعترض جامبو كلاي بيرزعها بوكس في بطنها بيخلي مهبلها سماش مهابل. يا جدعان ايه المنظر ده؟ كل واحد فيهم واقف وموقف بتاعه معاه، هو في ايه؟ واوكارون بيعمل فيها ال7 رجاله وبيقول لهم انتوا عاوزين انا، وبيروح عند ايرا فبيرقدوه جنبها وبيخلوا راسه تحت وطيزه فوق. بيروح جامبو كلاي يقعد يضرب في راس اوكارون فبيتحول اوكارون وبيضرب جامبو كلاي ضربه بيخلص عليه، وفي نفس الوقت بتوصل مومو ولما بيشوفها الفضائيين بيخافوا منها وبيبعدوا، وبتتحول ايرا وبتتفاجئ مومو لما بتشوف ايرا متحوله، ولسه اوكارون بيتحول وايرا ورايحين يهجموا عليهم بيستخدم الفضائيين قوتهم عليهم وبيلزقوهم في الارض بسبب ان مومو تركيزها اتشتت لما شافت ايرا متحوله. وبيروح واحد منهم لجامبو كلاي وبيقول له قوم يا شرمه تشوف شغلك، فبيقول له انا خلاص مش قادر احرك جسمي، فبيقف الفضائي قدامه وبيطلع بتاعه وحرفيا بينق افكاره وبيحشر بتاعه في راسه وبيجيبهم فيه. فبيقوم جامبو كلاي وبيتحول وبيكون باين عليه انه بقى اقوى بكتير وبيهجم على ايرا واوكارون وبيفشخهم، بس مومو بتقوم تقف تاني وبتوقف التحريك الذهني بتاع الفضائيين وبتهجم ايرا على جامبو كلاي ولكن بيصد الضربه وبيعكسها عليها وبيحشر راسها في السقف، وبيكون لسه رايح يرزعها بوكس اوكارون بيلحقها وبيكون اوكارون قادر يشوف تحركات جامبو كلاي وبيشيل ايرا بيقعد يرقص معاها وبيضربوا جامبو كلاي وبيفشخوه وبيكون الكل واقف ومره واحده الدنيا بتترج والميه بتملى المكان والحيطان والسقف بيبقى ميه، ومومو بتشوف الوحش اللي شبه الديناصور ماشي فوقهم فبتقول لاوكارون ان الوضع خطير ولازم نمشي من هنا حالا، بس اوكارون اول ما بيشوفه بيتحمس جدا وبيقول لها ده ميسي يا اسطى. لا مش ميسي ده. المهم مومو بتقول لهم امك على امها انا ماشيه، وبيكون اوكارون قاعد بيتفرج عليهم منبهر بيه جدا، وايرا قاعده بتزيط معاه وبيتكلم واحد من الفضائيين الثلاثه لميسي ما تسيبش البت تهرب، وهنا قصده على مومو، لكن ميسي بيرزعه ليزر بيفشخه نصين، واول ما اوكارون بيشوف كده بيطلع يجري على طول، وايرا لسه جايه تجري جامبو كلاي بيرزعها بوكس بيطيرها بيخليها تغرق لفوق. زق الدنيا معايا هي بتغرق لفوق انا مالي. بيكون قوه جامبو كلاي زادت 10 اضعاف تحت الميه وبيقعد يهجم كتير جدا على اوكارون ومومو بتقول له اوكارون حاول تستخدم القوه بتاعت الجده تربو وتعوم بسرعه، فبيجرب اوكارون مش بيعرف وبيكون هيغرق، فبيجي المومو فكره تستخدم حركه انا مسميها حركه ضرب العشم. ليه؟ عشان بتقعد تعشر باوكارون كله وبتجري ناحيه جامبو كلاي وبترفع بيه حصان وبتطلع في الميه اللي في السقف وبتلحق ايرا وبتستخدم مومو قوتها وبتفوق ايرا وبتقول لها لا عشان الهدوم بتخلينا نتحرك ابطا في الميه. اوه وبنشوف جامبو كلاي واحد من الفضائيين بيجري عليه وبيطلع بتاعه وبيقول له انا هحطه فيك ادفيه وندمج مع بعض وبتركب مومو ايرا على ظهر اوكر وبتستخدم مهاره التعشير تاني، وبيكون الفضائي اندمج مع ميسي وجامبو كلاي وبيهجم عليهم بليزر، بس اوكرم بيعرف يهرب وبيطلعوا للسطح ياخدوا نفسهم. بيشوفوا ميسي بيخزن ميه في رقبته عشان يعرف يضرب الليزر، فبيقولوا لو خنقناه او كسرنا له رقبته مش هيعرف يستخدم الهجوم المعرض ده، وبينزلوا تحت الميه تاني وبيقربوا منه، وايرا بتتحول وبتستخدم شعرها وبتلفه على رقبه ميسي وبتروح تهجم عليه، بس ميسي بيديها بوكس بيفقلسها وبيضرب بالليزر تاني على اوكرم ومومو، بس بيهربوا برضه. وبتفكر مومو في خطه وبتنزل تحت الميه وبتقف قدام ميسي وبيقول لها انه هيخلص عليها وهياخد مهبلها بعد ما تموت ويحطه في مخده وينكح فيها براحته، وبيجي يهجم عليها مومو بتستخدم قوتها وبتبعد الميه اللي حواليهم في نفس اللحظه، فبتتكسر ايدين ميسي من قوه الضربه بسبب ارتداد قوه الضربه بره الميه، وبتقول له مومو ما كانش المفروض يندمج مع جامبو كلاي، وبيفصل الفضائي جسمه وبيكون شكله شبه الحيوان المنوي وبيهجم على مومو وبياخدها تحت الميه وبيشحن الليزر وبيكون هيضرب عليها هيفشخها، لكن ايرا بتتدخل وبتلف شعرها عليه وبتخنقه، واوكرم بيقف على شعر ايرا ومومو بتعمل له ممر من غير ميه، وبيستغل اوكرم اللحظه دي وبيهجم هجوم فتاك على الفضائي بيخلص عليه وبينقذ مومو في اخر
اللحظه وبيرجعوا تاني للمدرسه، وبيكون اوكرون نايم ملط على مومو، ومومو تحته بالكلوت والسنتيانه، وبيقعدوا يضحكوا على كل اللي حصل لهم. ومره واحده المدرسه كلها بتتلم عليهم وبيقولوا لهم سيكس في الممر كده اح، وبيطلعوا يجروا في المدرسه وهم ملط. والطلاب بيقولوا عليهم الانسه مومو من الفصل بي وصاحب النضاره من الفصل سي كانوا بيمارسوا النكاح، وهم بيجروا بتيجي عليهم ايرا وبيقولوا الانسه ايرا المحتشمه كمان من الفصل دي احا، ده كده كان 3 سوم. وبنشوف اوكرون ومومو وايرا في الاوضه عند الممرضه ولابسين ترنجات، والممرضه فعلا بتطلع ملاك الرحمه، حته ممرضه ايه كرباج. هو الظاهر من المهنة تقريبا ممرضة، بس تقريبا الحقيقة راقصة تعري، هي مش لابسة يونيفورم ممرضة، هي تقريبا لابسة قميص نوم ممرضة. المهم بيكون اسمها كوين وبتكون ماسكة كرباج وبتقول لهم ما تخافوش انا معاكم، وبتقول لهم هل في حد اتنمر عليكم هو اللي خلاكم عمل فيكم كده؟ عرفوني ما تخافوش. فبيقولوا لها لا ما حصلش حاجه، وبيقعدوا يحوروا عليها، وبيجي واحد وبيقول لها ان في مكالمه ليها، فبتقوم وبتمشي وبتقول لهم تقدروا تمشوا برضه. وبنشوف مومو وايرا وهم قاعدين بيتكلموا في الحوش بتاع المدرسه، وبيطلع عليهم جامبو كلاي وبتقول له مومو احا ايه السائل الابيض اللي عليك ده؟ ده الفضائي جابهم فيه جابهم فيه وعليه. ايه اللبن ده؟ زينة أسنى من كده ما شفتش. وبيقع جامبو كلاي قدامهم وبيجمع عليه وبيقول ان هو عاوز يجمع فلوس عشان عيلته، حقه يقع، ما هو متعشر فيه مرتين، مرة في دماغه ومرة لما اندمج معاه. انت اتهتك شرفك يا جدع. وبيصحى جامبو كلاي وبيكون نايم في بيت الجدة الملبن، وبيكونوا عالجوه، وبتقول مومو لجدتها اهو فضائي اهو صدقتي؟ وبتقول لها جدتها انا مش حاساه فضائي، شكله ميكس بين جمبريايه وكابوريايه وسلطعون. وبيروحوا ياكلوا والفضائي بيقعد ياكل معاهم وبيقول لهم الاكل مقرف جدا، وبتهجم عليه الجده الملبن وبتفقلسه وبتضرب الجده تربو اوكرون عشان اكل الاستاكوزا بتاعتها. ومومو وايرا بيتشكلوا على طبق اكل هم كمان، وكلهم بيقعدوا يتشكلوا على الاكل وبيخلصوا اكل. وبتشوف جامبو كلاي قاعد ولابس بيجامه من بيجامات الجده الملبن، وبيقعدوا كلهم وبيتكلموا، وبيقول لهم جامبو كلاي ان ابنه تعبان جدا وبيجيب دم كل ما بيطرطط او يشوف، عشان كده هو محتاج فلوس كتير علشان يقدر ينقل لابنه دم كل يوم، وان مراته ماتت بنفس المرض. وبيقول لهم انا سبت الكوكب بتاعه واتجربت في المجموعه الشمسيه وبدور على شغل اجيب منه فلوس عشان اعالي جيب، بس انا مش قادر اعمل كده علشان انا ضعيف. وبيقعد جنبه كلاي يعيط، فبيتاثر اوكرون وبيقول له طب نقدر نساعدك ازاي؟ تاخد قضيب بتساعد بيه ابنك؟ انت ايه حكايتك؟ ايه حكايتك؟ قول لي ايه حكايتك؟ ده بجد والله قال له كده. يا ابني احي عليك والله، بتاعك ده ايه؟ متعلق بمسمارين تفك فيه وتركب فيه زي ما انت عاوز، مش عمال توزع فيه. يا ابني انت لحد دلوقتي بيضه واحده، احنا لسه بندور لك على التانيه. ماما بتشخر له وبتقول له انت بتقول إيه يا عم انت كمان؟ بيقول لها مش مهم، ياخده يفك زنقته بيه وينقذ ابنه وبعد كده نبقى نرجعه احنا تاني. بتقول له ايرا ضيع انت يا مدير وما يهمكش، انا هرجعه لك. بيشكرهم جنب كلاي وبيقول لهم شكرا لكم عشان عاوزين تساعدوني، بس انا هحل مشاكلي بنفسي. وبيقوم يمشي بس الجده الملبن بتوقفه وبتروح تشم الشاشه اللي عليه، وبتقول له الابيض اللي عليك ده دمك صح؟ فبيقول لها اه، وبتاخده تجيب له كوبايه لبن جاموسي كامل الدسم وبتقول له اشرب، فبيشرب جنبه كلايد وبيقول لها ده زي دمنا بالظبط، فبيتفاجئ جدا وبيفرح. وماما بتقول لها انت عرفت ازاي ده؟ بتقول لها الريحه اللي على الشاشه اللي على جسمه شبه الفرقه اللي بمسح بيها. بتقول له الجده الملبن انا اعرف مزارع اخليه يديك بقره تديها لابنك يرضع منها في البيت وبكده مشكلتك تتحل. فبيفرح جدا جنبه كلايد وبيقعد يشكر الجده الملبن وبياخد السفينه الفضائيه بتاعته والبقره وبيروح الكوكب بتاعه وبيشكرهم كلهم على اللي عملوه معاه، وبيرجعوا البيت وبيضرب الجرس بتاع البيت. فبتقول الجده الملبن لمومو تروح تفتح الباب، ولما بتفتح الباب مومو بتشوف واحد اسمه جيجي، والجده الملبن بتقول له انت جيت اخيرا، امك كانت قايله لي انك جاي. وبيسالها اوكرم بيقول لها مين ده؟ فبتقول له ان ده صديق الطفوله بتاع مومو وحبها الاول. وبيتصدم اوكرم من اللي سمعه ويبص اوكرم عليه وبيقول انه شكله رياضي وطويل وكاريزما واكيد مومو ليها حق انها تحبه، بس بيطلع مفنس عادي وبيقعد يتقحك. وبتقول له الجده الملبن انه وبتعرف مومو انه هيعيش معاهم شويه، وبيمشي اوكرم وايرا من البيت. وبتقول مومو لجدتها انا عايز اعرف الواد ده هيعيش معانا ليه؟ بتقول لها مومو ما القرايب موجودين علشان المواقف اللي زي دي، ما يروح عند خالته ولا عمته ولا عند اي حد من قرايبه. فجدتها بتقول لها احنا اقرب حد ليه حاليا، وبتتضايق جدا مومو بتكون رافضه الموضوع. وبيخلص جيجي الاكل وبيدخل هو ومومو يغسلوا المواعين، وبيعتذر جيجي لمومو وبيقول لها انا اسف علشان اتريقت عليك انت وجدتك واحنا صغيرين بسبب موضوع الاشباح، بس انا دلوقتي قادر اشوف الاشباح لسبب غريب. فمومو بتقول له انت لقيت خصيه دهب؟ بقول لها ايه الوساخه دي؟ يا مومو يا مومو النكت السافله دي. فبتعتذر له مومو وبيحكي جيجي انهم لما مشوا من هنا راحوا بيت في الغابه، وكان بيت كبير جدا وجميل وهو كان حبه جدا في البدايه، بس مع الوقت بدا يشوف حاجات غريبه ويحس بحاجات غريبه في البيت. ولما اتكلم مع ابوه قال له اشطفها وبطل ضرب 10 قبل ما تنام وانت هتبقى كويس. وفي يوم الشبح راح وقف قدامه وخلاه يشوفه، ومن بعدها ابوه وامه صحتهم في النازل وجابوا وسطاء ارواح كتير مشاهير عشان يطردوا الروح الشريره من البيت، ولكن محدش فيهم قدر. وثلاثه من اصل 5 وسطاء
ارواح انتحروا بعد المهمه دي، وما عادش في خيار غير الجده الملبن. فبتقول له مومو تمام، انا دلوقتي فهمت الموضوع، ما كنتش اعرف اللي حصل ده كله من الاول، وحتى جدتي ما عرفتنيش ان انت جاي، بس ما تخافش جدتي قويه جدا وهتخلص على الروح الشريره بضربه واحده. وبتسمعها من الجده الملبن وبتقول لها انا ماليش دعوه، انا مش هعرف اعمل حاجه، البيت بره المدينه وانا قوتي بتشتغل جوه المدينه بس، وانت اللي هتعملي المهمه دي. وشخص عادي بقى قادر يشوف الاشباح، احتمال كبير يكون الحوار في الخصيه الذهبيه. وبيجي تاني يوم وبيكون جيجي في المدرسه وبيكون في نفس الفصل مع مومو، وبيقول له المدرس يروح يقعد جنب مومو. وبيكون اوكرون في الفصل مكتئب وعمال يفكر في مومو وجيجي، وبيكون مفكرهم مقضينا عربده وحب ولفلفه، وجابوا عيل كمان. وبينزل في الاستراحه بتاعه الغدا بيتمرن جامد، وبتوصل مومو وبتقول له كنت عارفه ان انا هلاقيك هنا، وبتقعد جنبه تاكل. وبيجي جيجي بتقول له عاوز ايه، مش انت كنت قاعد بتاكل مع البنات فوق؟ بيقول لها انا كنت عارف انك هتحني وبتغيري عليا، وبيضحك عليها بعلبه عصير زبادو، وبتنسى كل حاجه وبتقوم تتأهبن عليها عشان تاخدها. وبيكون اوكرون شايف كل ده وبيزعل وبيسيبهم وبيمشي، وبيبص قدامه بيلاقي واحد هربان من اتاك اون تايتن او حصه اناتومي، مش متاكد بالظبط. بيصوت اوكرون وبيطلع يجري ناحيه مومو، ومومو بتقف قدامه بتحاول توقفه، بس جيجي بيطلع السقه اللي جواه وبينط على مومو ويحضنها ويوقعها على الارض بعيده عن طريقه عشان الكائن النص انسان ده ما يدوسهاش. تلمح مومو البيضه بتاعت الواد اوكرون مع الكائن الانسان ده، وبتستخدم قوتها وبتمسكه وبتحاول توقفه، ولكن مش بيقف كانه قطر وماشي. وبيسحب معاه مومو وجيجي، واوكرون بيتحول وبيجري وراه. ولما بيوصل له الكائن الغريب دوت بيقول له ما تحاولش توقفني، انا مش هقف مهما حصل. وبيطلع يجري فوق البيوت، ومومو وجيجي اتوبيس كان هيشيلهم لكن اوكرون بيلحقه وبيشيلهم، وبيطلع يجري ورا كائن الانسان ده، ومومو بتمسك فيه جامد، واوكرون بيشد فرامل وبيقف وبيسحبوه مع بعض. لكن هو مش بيستسلم وبيحاول يهرب، ومره واحده جسمه بيتفك وبيتجمع تاني وبيقدر يهرب من مومو، بس مومو يكون معاه جزء من جسمه، فبتضربه بتسمع صوته وهو بيصوت، وبتقدر تحدد مكانه وبيجروا على المكان. وبيلاقوه مرمي على الارض وسط مقلب زباله. بيسالها اوكرون وجيجي انت عرفت مكانه ازاي؟ فبتطلع مومو قلبه وبيكون ماسكاه في ايديها، وبتكون عملت كده لما هو فكت جسمه ومسكت القلب بتاعه. وبيجي صوت من وسط الزباله، بيكون واحده بتقول تارو، هو ده انت يا تارو؟ وده بيكون اسم الكائن الغريب ده. وبيطلع على الزباله وبيدور على واحده اسمها هانا، اللي بتطلع نص عروسه صيني حد كان بيعشر فيها، وبعد كده رماها وجاب الموديل الجديد. وبنرجع لبيت الجده الملبن، وبيكون اوكارو ومومو وجيجي ومعاهم هانا بيتوسلوا للجده الملبن انها توافق تخلي هانا هنا في البيت. فبتسالهم بتقول لهم ايه اللي حصل لحبيبها. بتقول لها مومو انه رجع لمختبر العلوم وهيقعد هناك بالنهار وهيجي بالليل هنا يقعد مع هانا. بتقول لها الجده عليه، هو انا قواده هسيبهم هنا يتأحبنوا مع بعض؟ بتقول لها مومو ما تخافيش، ما عندهمش اعضاء تناسليه، اخرهم يبوسوا ويقفشوا بس. فبتسالها بتقول لها طب انتوا لقيتوا الخصيه بتاعت الواد اوكارون؟ وتقول لها مومو لا، انها مش معاه، لما نط من فوقها وبصت عليه شافت الشمس بين رجليه فافتكرتها الخصيه. فبتقول الجده الملبن لمومو انها تجهز هدوم عشان اخر الاسبوع هتروح مع جيجي البيت بتاعه. فبيقول لها اوكران هو ايه الكلام؟ فبتقول له ان بيت جيجي مسكونه فيه اشباح وانا هروح اطردها. فبيقول لها يعني انت وجيجي هتكونوا لوحدكم في البيت مع بعض؟ بتقول له مومو لا، ما انا هاخدك معانا. انت عاوزني احارب شبح لوحدي؟ فبيفرح اوكران وبيقول ليتس جو. وبنشوف تارو وهو بيهرب من المدرسه وبيركب القطر وبيكون في الطريق رايح لهان، ولكن في عربيه محمله العاب زوجيه بتفرم امه، وبتكون هانا ومومو واقفين مستنيينه، لكنه بيتاخر وبيجي النهار وبيكون لسه ما وصلش. بس هانا ما بتستسلمش وبتفضل مستنياه عشان كده مفيش حاجه تانية تعملها، ما عندهاش رجلين تمشي اصلا. بس تارو بيوصل وبيقول لها ان مفيش حاجه تقدر توقفني عنك. شايفين قوه الحب اجمل من قوه الصداقه، بس الرغبه الجنسيه اقوى منهم هما الاتنين، ودي الحاجه اللي بتحرك تارو. وبينزل بوس وتقفيش في هانا، وبتقوم مومو بتشوف المنظر وبتقول له انت ماسك ايه يا عم انت؟ وبيعتذر لها تارو وبيقول لها ان هو مش هيتاخر بعد كده. وبيركب اوكارون ومومو وجيجي القطر، وبيكونوا رايحين في الطريق لبيت جيجي، وبيوصلوا المدينه وبيمشوا فيها شويه، وبيكون اهل المدينه شكلهم ولونهم غريب وضحكتهم برضو غريبه. وبعد سلايم كتير كتير قوي، كتير فشخ، بيوصلوا لبيت جيجي. وبيسالها جيجي وبيقول لها انت شايفه اي هاله او اي حاجه؟ بتقول له لا ومش حاسه باي حاجه. بيقول لها جيجي غريبه، كل الوسطاء اللي اجوا هنا هو كانوا بيقولوا ان في طاقه شريره طالعه من البيت. بتقول له مومو بس انا مش حاسه باي حاجه، انا عاوز اشرب وعاوز اطرطق. بيقول لها اوكران استنى، وبيحس بحاجه غريبه في الغابه وبيبص لكن ما بيشوفش حاجه. وبيدخلوا البيت ومومو بتقعد تدور في كل حته في البيت على اي حاجه لكن ما بتحسش باي حاجه في البيت. وبتقعد شويه وبتقول بما ان ما فيش وجود لاي هاله فانا هروح للقريه ادخل الينابيع الساخنه. وبتقول لاوكران خليك انت هنا مع جيجي وانا هاجي هنا قبل الليل ما يليل. وبتسيبهم وبتمشي. وبيقول جيجي لاوكران تلعب كره يا نجم، وبيقعدوا يلعبوا كره مع بعض.
وسط ما هما بيلعبوا كوره جيجي بيقول له اوكران انت معجب بمومو صح؟ واوكران بيقول له اه، وجيجي بيقول له وانا كمان معجب بيها، وبيقعدوا يتشكلوا الاتنين مين فيهم بيحبوا مومو اكتر. وسط ما هما بيتخانقوا اوكران بيلاحظ حاجه غريبه، بيشوف ان البيت فيه اوضه زياده جنب الباب الامامي ومش موجوده لو دخلت البيت، وبنشوف مومو في الينابيع الساخنه قاعده ومزاجها عنب، وبيدخل عليها 4 شكلهم جايين على 6، بيقولوا انت شجاعه جدا ان انت تيجي لوحدك هنا في الينابيع المختلطه. وبتكون مومو دخلت الينابيع المختلطه بالغلط، وبتكون مش عارفه تخرج من الينابيع عشان بيكونوا سادين عليها الطريق. وبيسالها واحد منهم بيقول لها بتسمعي عن التماسيح؟ بتقول له اللي شبه السحالي؟ بيقول لها لا، اللي بتمشي في الينابيع الساخنه وبتنكح النسوان اللي بتيجي لوحدها. وبيقربوا كلهم على مومو، وبتحاول مومو تستخدم قوتها لكن بيطلع واحد قدامها وبيكتفها وبيغرقها تحت الميه. وفي نفس الوقت بيدخل اوكران وجيجي البيت وبيقفوا جنب الحيطه وبيخبطوا عليها وبيحسوا انها مجوفه من جوه. وبيروح جيجي وبيجيب شاكوش وبيضرب الحيطه بيكسرها، وبيحسوا بهاله قويه جدا طالعه من الفتحه اللي في الحيطه. وبيكون في ورق كتير وتعاويذ متعلقه على الحيطان في كل مكان كانها سجن. وبس كده بيخلص الموسم الاول من الانمي. ولو عجبك الملخص خليك واد رجوله واعمل لايك واشتراك، ولو عاوزني اعمل ملخص للجزء التاني كمان اكتب لي في الكومنتات. وبس كده، سلام.